بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي في ريفيجن الترم الثاني لجريد 10. هو هيبقى فيديو بس مش زي الترم الأولاني إن هو كان سيشنز والفيديو، علشان الوقت وعلشان الناس تلحق إن هي تنجز على قد ما تقدر. فهنبدأ أول حاجة عندنا بأول learning outcome، واللي هو عرفنا فيه إيه. عرفنا فيه إن إحنا عندنا الماتر اللي هي أي حاجة حوالينا في الدنيا بتتقسم لحاجتين: حاجة بتبقى mixture وحاجة بتبقى pure substance. طب إيه الفرق؟ إن هي لو كان بي physically separated، يعني نقدر إن إحنا نفصلها physically زي إيه؟ زي مثلا إن إحنا لو عملنا عملية filtration، رجيناها مثلا، او اللي هو الغربال او اي حاجه من الحاجات ديت، ولقينا ان هي اتقسمت عندنا لحاجتين، فده معناها ان هي كانت ميكسشر. طب ولو ما اتقسمتش يبقى هي بيور سابستانس. طيب هنكمل في البيور سابستانس. لو هي كان بكيميكالي ديكومبوزد، يعني لو عملت لها كيميكال رياكشن هلاقي ان هي بدات ان هي تتفكك، ساعتها دوت هيبقى ايه؟ يبقى هو اصلا كان كومباوند واداني الاليمنتس الاساسيه بتاعته. ولو ما اتفككش وفضل زي ما هو يبقى دوت هو ايه؟ هو اليمنت. طب زي ايه الكومباوند؟ زي مثلا الوتر والكربون دايوكسيد والميثان والكربون مونوكسيد، كل دولت لو حطيتهم في رياكشنز معينين هلاقي ان هم قاموا اتحولوا وادوني الاليمنتس دولت. لكن الاليمنتس ديت لو انا معايا كميه هيدروجين معينه وعملت لها كيميكال رياكشن هلاقيها ان هي قلت عن الهيدروجين، يعني جات لي اليمنت قبل الهيدروجين، يعني لا، دوت اللي هو ايه؟ ده ابسط حاجه. طيب في الميكتشر بيبقى عندنا لو الكومبوزيشن بتاعتها يونيفورم. يعني ايه الكومبوزيشن يونيفورم؟ يعني هي كلها نحسها اللي هي حاجه واحده، مش قادر ان انا احدد بعيني ان في اختلاف. ساعتها دوت بيبقى اسمه ايه؟ ساعتها بتبقى اسمها هوموجينوس ميكتشر، اللي هي بتبقى اسمها السولوشن. اللي هي حاجه انا ما بقدرش ان انا افرقها لما ابص فيها، زي الاير وزي السي ووتر زي السولت ووتر زي الستيل زي البريس. كل دولت يعتبر ان هم ايه؟ سولوشن كده، حاجات مخلوطه في بعضها، انا مش قادر ان انا لما ابص عليها اقدر ان انا افرق بين الكومبوننتس بتاعتها. طيب ولو هي مش يونيفورم ساعتها بتبقى زي هي ايه؟ بتبقى هيتروجينوس ميكتشر، اللي هي بتبقى زي ايه؟ زي الكولويد سسبنشنز اللي هنعرفهم شويه قدام. بس اللي هم ايه؟ هيتروجينوس، يعني انا قادر ابص عليها اعرف ان هي متكونه من كذا حاجه. زي ايه؟ زي التريل ميكس والبيتزا والسالاد دريسنج. كل الحاجات ديت انا اقدر ان انا ايه؟ افرق ما بين الكومبوننتس بتاعتها منقرض النظر بيها. طيب السولوشنز عندنا، او اللي هي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الميكتشرز، قلنا ان احنا عندنا حاجه بتبقى اسمها سولوشن وحاجه اسمها كولويد. حاجه اسمها سولوشن وحاجه اسمها كولويد وحاجه اسمها سسبنشن. السولوشن بتبقى ايه؟ بتبقى البارتيكل سايز بتبقى اصغر من 10 باور نيجاتيف 7 سنتيمتر. يبقى احنا هنحفظ الرقم بتاع 10 باور نيجاتيف 7 سنتيمتر. والكولويد اللي بيبقى من 10 باور نيجاتيف 7 لحد 10 باور نيجاتيف 5 في النص، ما بين ايه؟ ما بين السولوشن والسسبنشن، اللي هي بتبقى اكبر من ايه؟ من ال 10 باور نيجاتيف 5. يبقى ده ايه؟ ده حجم البارتكلز، اللي هي ايه؟ حجم ايه؟ البارتكلز بتاعه السوليوت اللي عندنا، الحاجه اللي بتدوب جواها. طيب الكولويد في منه انواع. الكولويد بيبقى فيه منه انواع. احنا عرفنا من شويه ان السولوشن اصلا بتتكون من ايه؟ ان السولوشن ديت بتتكون من سوليوت اللي هي البارتكلز ديت اللي بتدوب، وايه؟ والسولفنت اللي هي الحاجه اللي بتدوب فيها. يبقى ايه يعني؟ هنا مثلا ده لو ديت ميه ملح، فهنقول ان الميه هنا في الحاله ديت هي السولفنت، والسوليوت هو ايه؟ هو الملح. والووتر بالنسبه لنا هو ايه؟ هو الموست كومن سولفنت ان ذا وورلد. طيب لما بنيجي على الكولويد ما بنقولش سوليوت وسولفنت، بنقول ديسبريسد فيز وديسبريسنج ميديوم. الديسبريست فيز اللي هي الحاجه اللي بتبقى ايه؟ الحاجه اللي بتبقى هي الصغيره، او هي ايه اللي نسبتها اقل. يعني هنا سبستانس ايه ديت؟ هي ايه؟ هي الديسبريست فيز بتاعتنا، اللي هي الحاجه اللي ايه؟ اللي بتدوب جواها. والسبستانس بي اللي هي ايه؟ اللي هي الميديم، اللي هي ايه؟ اللي هي بتدخل فيه. طيب احنا عندنا لو الحاجه ديت، لو الفيز جاز وهي الميديم جاز، ساعتها دوت هيديني ايه؟ هيديني ميكستشر زيها زي الاير. احنا عندنا مثلا السي او 2 داخل وسط النيتروجين مثلا، فبنقول ان هي ايه؟ احنا ما بنقدرش ان احنا نفرق ما بين الاثنين، فساعتها بنقول ايه؟ ان ده بيبقى ميكشر، وساعتها ما عندناش كلويد، بيبقى جاز وجاز. طيب لو هو ليكويد داخل جوه الجاز، بنقول ان هي حاجه زي الليكويد ايروسولز ديت، اللي هي ايه؟ زي الفوج او الهير سبرايز او كلاودز. ان دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا عباره عن ان هم بالنسبه الاكبر منها جاز، ولكن بنلاقي ان هي فيها نسبه ايه؟ نسبه ليكويدز، زي اللي هي كلاودز اللي هي الليكويدز اللي بتنزل في صوره الرين. وعندنا حاجه زي السوليد ايروسولز ديت، اللي هي ايه؟ بتبقى زيها زي هنا ديت، ولكن مش بيبقى جواها ميه، لا، بيبقى جواها بارتكلز كبيره سوليد. ديت زي ايه؟ مثلا زي الدخان اللي بيطلع من المصانع، بنلاقي ان هو جواه حاجه اسمها اير بارتكليتس، اللي هي ملوثات الجو. دي بتبقى بارتكلز سوليد، بتبقى ايه؟ حجمها يعتبر صغير الى حد ما، ولكنه بيدينا المنظر دوت ان هو سوليد ايروسولز. عشان كده السوليد ايروسولز ديت هي الحاجه الوحيده اللي لما بتخبط مثلا في بيت او تخبط في اي حاجه، بنلاقي ان هي ايه؟ بتدمره، او ان هي بتصيب عليه اثار ان كأن حاجه خربشت فيه. طب هنا لو جاز داخل جوه الليكويد،
فده معناه ايه؟ ان هي حاجه ليكويد ومدخلين فيها جاز، يعني الفوليوم بتاعها بيكبر على الفاضي. يعني ايه؟ يعني الليكويد فوم دوت اللي هو الفوم او الليبد كريم او اللي هو المنظر اللي احنا بنكون عارفين اللي هو الكريم المخفوقه دي بتبقى ايه؟ ان احنا لو ضغطنا عليها كلها اللي هي ده اتكدست وما بقاش فيها اي حاجه، اللي ده معناه ان ايه؟ ان هي كان فيها جاز كبيره ماليها. يبقى تلاقي ايه؟ لو ليكويد، لو جاز قصدي جوه الليكويد. طب ولو ليكويد في ليكويد ده بيدينا حاجه اسمها emulsion، ودوت هنتكلم عنه شويه كمان. المالش ان هو ليكويد في ليكويد زي الميلك او المايونيز. والسول دوت ان هو بيبقى ان هو بيبقى حاجه سوليد داخله جوه الليكويد، زيها زي ايه؟ زي الانك او البلاد او البينت، دولت بيبقوا ايه الاكزامبلز بتاعت السوليد. طب سوليد فوم، ان هو قلنا ان هو الجاز بيبقى داخل جوه السوليد زي جوه الليكويد، ان هو بتحس ان هو فاضي هواء، بيبقى فيه فراغ كبير. دوت اللي هو ايه؟ سوليد فوم. اللي هو ايه؟ اللي هو زي الستيروفوم او البيومس دوت اللي هو حجر، بيبقى ايه؟ بيبقى مفرغ، بيبقى جواه مليان غازات كتيره. طيب وبعد كده عندنا الجل اللي هو زي ايه؟ زي الجيلي او زي الجيلاتين، ان هو بيبقى ايه؟ ليكويد داخل جوه السوليد، يعني النسبة الأكبر منه سوليد وهو بيبقى ليكويد. وعندنا بعد كده إيه؟ النسبة الأكبر منه بتبقى سوليد واللي بيدخل جواه ليكويد سوليد. بعد كده بيبقى عندنا السوليد في السوليد اللي هو السوليد سول، ودوت زي إيه؟ ده مثال عليه زي الأحجار الكريمة زي الكرانبري جلاس. إن هو بيبقى إيه؟ بتبقى حجرين مثلا، الحجرين دولت بيبقوا درجة حرارة عالية جدا لحد ما هما الاتنين يبدأوا إن هما يدخلوا في بعض. ودوت لما بعد كده لما بيسقعوا بيبقوا إيه؟ بيكونوا إيه؟ سوليد سول. طيب جينا بعد كده قلنا ان احنا عندنا حاجات تانية مختلفة عن اللي خدناهم، حاجة اسمها الوي وحاجة اسمها كومبوزيت وحاجة اسمها كومباوند. الالوي هي ايه؟ هي السبيكة ان هي بتبقى ايه؟ بيبقى عندنا فيه عنصر، يعني هو مجموعة عناصر كده بنجمعهم على بعض، بيدينا ايه؟ بيدينا ميتاليك بروبرتيز معينة. فايه هو بيكون في واحد منهم هو السائد، يعني زي مثلا الجولد الوي. الجولد الوي ما بتكونش ذهب صافي تماما، لا هي بتكون ايه؟ بيكون في معاها شوية اليمنتس بس بتكون نسبتهم اصغر منها. بس الفكرة في ايه؟ في الالوي ان انا ما بقدرش ان انا احدد ان ايه؟ ان انا مجرد النظر عليها او ان انا اعمل لها عملية فيزيكالي ان هم يتفصلوا. لا هم بيكونوا مختلطين مع بعض جدا، ان هي سوليد سوليوشن. سوليد سوليوشن يعني ايه؟ يعني احنا بنسخن الاثنين في درجه حراره عاليه لحد ما الاثنين يتمزجوا ببعض. لكن الكومبوزيت بقى هي ايه؟ هي ان احنا بنجيب شويه ماتيريالز كده نجمعهم على بعض، نقدر ان احنا نفصلهم فيزيكالي. الكومبوزيت ديت زي ايه؟ مثلا زي الخرسانه. الخرسانه بيبقى ايه؟ ان احنا عندنا مثلا الحديد جنبه زلط جنبه رمل جنبه اسمنت، كل دولت احنا نقدر ان احنا نفصلهم. فهو ايه؟ فيزيكالي ديستنج، ان هم ايه؟ ان هم كفيزيكالي حاجات فيزيكالي ما اتحدوش مع بعض كيميكالي، لا هم ايه؟ اقدر ان انا افصلهم فيزيكالي. طب الكومباوند هو ايه؟ هو ان الحاجات بتبقى متربطه ببعض بكيميكال بوندز، كل حاجه مربطه في الثانيه بكيميكال بوند. طالما هم مربطين في بعض بالكيميكال بوند يبقى ساعتها بنسميه ان هو ايه؟ كومباوند. طيب الامولشن بقى ان هو ايه؟ هو كولويد بس عباره عن ان هم ايه؟ اتنين ليكويدز داخلين في بعض، زي المايونيز والباتر والسالاد دريسنج والمويسترز والميلك، ان هم مجموعه ليكويدز داخلين في بعض. طيب بنيجي عندنا بقى ان احنا عندنا شويه بروبرتيز كده للماتيريال اللي بتبقى عندنا بروبرتيز زي ايه؟ دي حاجات فيزيكال بروبرتيز زي التكستشر واليونيفورميتي. التكستشر اللي هو الملمس، اليونيفورميتي اللي هو ان قد ايه ان هما نحس ان هما في تناسق مع بعض الماده اللي قدامنا ديت. سترينث القوه بتاعتها. الباونس اللي هي الارتداديه، يعني اللي هي لما تخبط مثلا في الارض هل هي هترتد ولا لا. الاستيسيتي يعني هي قد ايه بتقاوم الديفورميشن. الديفورميشن اللي هو التغيير في الشكل بتاعها، يعني قد يعني وهنعرف بالتفصيل نقرا كل واحده. والملابيلتي ان هي ايه؟ ان احنا نقدر ان احنا نكسر الحاجه اللي قدامنا ديت ل various shapes without breaking، يعني ما نكسرهاش، احنا نعدل في شكلها من غير ما نكسرها. طيب يبقى التكتشر احنا عندنا هي بتبقى حاجه سموث، حاجه رف، حاجه كورس. يونيفورميتي اللي هي بتبقى اي حاجه كونسيستنت وحاجه مش بتبقى كونسيستنت. عندنا السترينث ان هي بتبقى قويه تستحمل ايه؟ الفورس الكبير عليها. الباونس ان انا ارميها من الاوريجينال بوزيشن، ارميها من ارتفاع متر مثلا، تنزل تخبط في الارض تطلع للمتر دوت. فلو هي طلعت لمتر ساعتها يبقى هي بتمتاز ان هي عندها الابيليتي ان هي تعمل باونسنج. الاستيسيتي ان انا بقى تعمل ايه؟ ان انا مثلا جبت مثلا عندي بلاستيك وجبت معايا حديد. البلاستيك مثلا لو انا قعدت اخبط فيه وقعدت اسخن فيه مثلا هلاقي ان هو اداني شكل تاني مختلف عن الاساسي. هل هو بيرجع تاني للشكل؟ هل هو بيرتد للشكل؟ لا، يبقى دوت ايه؟ مش بيبقى الاستيك، ساعتها بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه بلاستيك. طيب ولو جبت مثلا الحديد وجيت ان انا مثلا جيت اسخن عليه، او مثلا جبت ان انا اعمال ان انا اضغط عليه مثلا، او زي مثلا حاجه زي المطاط. خلينا في المطاط دلوقتي، ان احنا ايه؟ نقعد نضغط عليه، كل ما احنا نضغط عليه بيلاقي ان هو بيرجع يحاول ان هو يرتد للشكل اللي هو كان فيه، يبقى ساعتها المطاط دوت ايه؟ الرابر بيبقى الاستيك. طيب الميلابيلتي هي ايه؟ ان احنا مثلا بنجيب حديد او نجيب ذهب ونقعد ان احنا نخبط على الذهب، نخبط بطريقه كبيره جدا لدرجه ان هو ايه؟ بياخد شكل جديد وفي نفس الوقت ما بيتكسرش. يعني لما نشوف اي حد مثلا ان هم بيعملوا الحاجات الذهب، لان هو بيقعد يخبط عليها ويدخلها في عمليات كتيره ما بتتكسرش، لا هي ايه؟ شكلها بس اللي بيتغير. طيب
بيبقى عندنا property تانية اسمها ايه؟ اسمها ductility. ايه الدكتيليتي ديت؟ الدكتيليتي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان هي اقدر ان انا من مادة واحدة اقدر ان انا ايه افضل امدها لايه؟ لستريت وايرز. يبقى الدكتيليتي هي إيه؟ ان انا بمد الحاجة لستريت وايرز. طب ستريت وايرز ديت زي ايه؟ زي مثلا الكبر. ان الكبر انا بيبقى معايا مكعب منه وابدا ان انا امده، افضل امد فيه لحد ما يديني ستريت وايرز. ودوت اللي هو بيديني ايه؟ بيديني الكتريكال وايرز. زيه زي ايه؟ زي الجولد. الجولد احنا ممكن نفضل نمده نعمل شرايط طويله جدا جدا من الجولد ورفيعه جدا، يعني ستريت، ودوت ستريت وايرز، وبتبقى ايه في نفس الوقت بتبقى سن. يبقى هي الدكتوريتي هي الابيليتي ان احنا نحول حاجه لستريت سين وايرز. طيب، جينا بعد كده في الليرنينج اللي بعده وعرفنا ان احنا عندنا حاجه اللي هي الستويكيومتري. والستويكيومتري بالنسبه لنا اللي هي ايه؟ الستويكيومتري هي العمليه بتاعه الحسابات بتاعه الكيميكال كالكوليشنز والكيميكال رياكشنز. يعني يعني كل الارقام اللي بتبقى في الكيميكال رياكشن ذات ايه؟ تعتبر ستيكيومتري. طيب المول بقى هو ايه؟ هم لما جم ان هم يحددوا كميه معينه من الماتر اللي بتبقى معانا، مثلا معانا كميه معدده من الجولد، فاحنا ما بنقولش ان احنا معانا كيلو او معانا 200 اتوم، لا احنا بنقول ان احنا معانا كذا مول. كذا مول يعني ايه؟ المول الواحد بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه 6.022 تايمز 10 باور 23 اتوم من اي اليمنت عندنا. يبقى المول الواحد من الحاجه ديت بتبقى ايه؟ فيها العدد ده، سواء اذا كان اتوم او ان هو يبقى عندنا 1 مول من موليكيول مثلا زي ال H2O. يعني انا معايا ايه؟ معايا 6.022 تايمز 10 باور 23 موليكيول من ال H2O. وده معناه ان هو فيه كام اتوم؟ انا الموليكيول واحده فيها 3، يعني هضرب الرقم ده في 3. او ممكن يكون ان هي بيتكلم على الايون، اي حاجه. المهم ان هو ايه؟ ان هي الوحده بتاعتها اصغر وحده ليها اللي هي ال H2O اللي هي ايه؟ الموليكيول. اصغر واحده للاف اي اللي هي بتبقى ايه؟ الاتوم. اصغر واحده للان اي بلس اللي هي ايه؟ الايون. طب لو قال لي مثلا ان انا عندي ان اي سي ال، ده معناه ان انا عندي واحده ان اي بلس، واحده ان اي سي ال نيجاتيف، واحده سي ال نيجاتيف. فانا كده عندي كام ايون في الكومباوند ده؟ عندي 2 في الموليكيول الواحده. يبقى انا عندي كام ايون؟ فهضرب الرقم ده كله تايمز كام؟ تايمز ال 2. طيب المولر ماس بقى ايه؟ هي الماس بتاعه الكميه دي من ايه؟ من يعني من ماده معينه. يعني الماس مثلا بتاعه يعني 1 مول اوف NaCl، يبقى ده معناها ايه؟ هيبقى هي المولر ماس اللي هي عندها تبقى كام؟ اللي هي مثلا 58.5. ان انا جبت ايه؟ المولر ماس بتاعت ال Na، يعني الماس بتاعت ال 1 مول من Na اللي هي 23، والماس بتاعت ال 1 مول من الCl اللي هي 35.5. طيب جينا بعد كده عندنا خدنا حاجه اسمها ايه؟ الاس تي بي. الاس تي بي هي بتبقى ايه؟ هي الستاندرد تمبريتشر اند بريشر، اللي هي الحالات اللي هي الطبيعيه اللي بيبقى عندها اغلب الرياكشنز، اللي هي بتبقى ايه؟ ان التمبريتشر بتبقى at 0 سيلسيوس ديجري. ده بتبقى ايه؟ التمبريتشر at 0 سيلسيوس ديجري. والبريشر بيبقى at ايه؟ بيبقى at 1 ايه؟ اتموسفيريك بريشر. طيب نرجع كمان في المول وفي المولار ماس، بنلاقي ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا كده قانون. القانون دوت عشان نحسب بيه ايه؟ علشان نحسب بيه حاجه اللي هو ايه؟ ان النمبر اوف مولز، عدد المولز بتاع الكميه من اي حاجه اللي معانا، بتساوي ايه؟ بتساوي الماس بتاعه الحاجه ديت. ادي الماس اوفر ايه؟ اوفر المولر ماس. يبقى النمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ الماس اوفر المولر ماس. طب الدايمنشن اناليسيس بتبقى ايه؟ هي ميثود بنستخدمها علشان ايه؟ نطير الايه؟ حاجات مع بعض. يعني نطير حاجات مع بعض، يعني يبقى عندنا هنا يونت تطير مع اليونت اللي هنا، نطيرهم مع بعض ويتبقى لي يونت هنا كانت فوق ويونت هنا، دول الاثنين دول مش هيطيروا مع بعض. زي ايه مثلا؟ زي الكيلومتر بير اور والمتر بير سكند. اقول ان انا عندي هنا مثلا ده كيلومتر بير اور وهنا متر بير سكند. انا عايز ان انا احول الكيلومتر بالاور ديت لمتر بير سكند، فبحط الكيلومتر ديت تحت وبحط المتر فوق، واقول ان ال 1000 متر يساوي ايه؟ يساوي 1 كيلومتر. وعايز اطير الاور، فبقول ان اعمل تايمز كده، واقول ان الاور دي طالما تحت احطها هنا فوق، وتحت عايز احولها لسكند، فاقول ان الايه؟ ان ال 1 اور بيبقى فيها 3600 سكند. يبقى انا كده اعمل ايه؟ هطير الكيلومتر دي مع الكيلومتر دي، وهطير الاور مع الاور دي. هيتبقى لي مين؟ المتر ديت والسكند دي. يبقى انا هيبقى ايه؟ هيبقى 1000 متر بير 3600 سكند. طب البرسنتج ييلد بقى هي ايه؟ هي حاجه بنحسب بيها ايه؟ ان احنا بيبقى عندنا كيميكال رياكشن معين. الكيميكال رياكشن معين دوت بيهدف ان هو ايه؟ ينتج برودكت معين. البرودكت المعين دوت بيبقى فيه ايه؟ احنا بنحسب له هو المفروض يكون ايه. فدي حاجه بتبقى اسمها theoretical yield، ان هو المفروض يكون ينتج بكميه معينه، وهو طلع لي ايه؟ طلع لي الفعلي حاجه معينه. يبقى هي الاكتوال ييلد دلوقتي حاجه، يعني رقم معين، عدد معين من المولز او عدد معين من الماس، وزن معين. فانا عايز اعرف هو البرسنتج بتاعته قد ايه، كفاءته قد ايه. هي ان انا بجيب الاكتوال ييلد وبقسمها على ايه؟ على الثيوريتيكال ييلد.
وساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها بنقول ان بنضربها تايمز 100 ودوت يديني ايه؟ بيديني بيرسنت معينه، هي ديت ايه؟ هي ديت البيرسنتج ايه. طيب الليميتنج ريجنت بقى دوت بيكون ايه؟ الليميتنج ريجنت عندنا ان هو بيكون ان انا عندي كيميكال رياكشن، بيبقى عندي ايه مثلا بلس البي دوت بيديني برودكت السي. انا بيبقى عندي مثلا معايا 100 جرام من البي و100 جرام من الاي. الليميتنج ريجنت بيقول لي ايه؟ ان انا مين يعني انهي ال 100 جرام هتخلص. فانا اقول ان الرياكشن دوت في الحقيقه بيبقى ايه؟ بيبقى فور ايتش 1 مول من الاي، يعني هنا الكوفيشنت اللي جنبها دوت 1، بيحتاج ايه؟ بيحتاج 2 مولز من البي علشان يديني رياكتنت سي. يبقى ده معناه ان انا لو معايا 100 جرام من الاي، او بلاش 100 جرام، معايا 100 مول، او معايا مثلا هنا كده 10 مول من الايه، من الاي، ومعايا هنا كده 10 مول من ايه، من البي. انا الرياكشن دوت ايه اللي هيحصل فيه؟ انا محتاج 1 من الاي لكل ايه، لكل 2 من البي. يبقى ده معناه ان انا لو خدت هنا من الاي 5 هحتاج من الاي كام؟ من الاي 10. طب ولو انا معايا 10 من الاي عايز استغلهم، يبقى انا كده محتاج كام من البي؟ محتاج يبقى معايا 20 بي عشان يديني في الرياكشن دوت يحصل. طيب انا دلوقتي معايا 10 من ده و10 من ده، هبص هشوف مين من دولت اللي هيخلص الاول. هلاقي ان انا البي هيخلص الاول. البي هيخلص امتى؟ لما استهلك كام؟ 5 من الاي و10 من البي. يبقى ساعتها مين الليميتنج ايجنت؟ البي. يبقى هو اللي هو اللي بيوقف الرياكشن، بيخلي الرياكشن ما يكملش. تمام كده احنا راجعنا شويه الكونسبتس كده مراجعه سريعه، يعني المفروض انتوا تكونوا عارفين الكونسبتس ديت كويس، ولو في اي كونسبت منهم عايزين تراجعوا عليه اكتر فالسيشنات كلها معاكم. هنبدا نحل دلوقتي. بيقول لي the properties of chlorine 17 Cl17 are characteristics of. طب والله انا دلوقتي السؤال دوت لو جاب لي حاجه غير الكلورين وانا مش عارف الاليمنت اللي قدامي ده ايه، هعرف انا ان هو ميتال ولا نون ميتال ازاي؟ والله احنا نعرف كده ان البريودك تيبل عندنا هنقسمه تقسيمات كده بسيطه. اول حاجه نلاقي ايه؟ بنلاقي عندنا ان اول صف الشله اللي هي المجموعه من ديت كده، واللي في النص وحبه من اللي على الطرف من هنا دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا ميتالز. طب فين النون ميتالز؟ النون ميتالز اهم الشله ديت كده، الشله ديت كده هي النون ميتالز. نلاقي ان الشله ديت هي كده هي النون ميتالز، والشله ديت هي النوبل جازز. فاحنا نعرف مكانهم بالبريدكت تيبل، ومنها بنحدد اذا كان ميتال ولا نون ميتال. طب نرجع نشوف السؤال. هنا بيقول لنا الكلورين. والله الكلورين ده مكانه في النون ميتال. فهل هو neither a metal nor a non-metal؟ يعني هو بيسأل على الكاركترستكس بتاعته. البروبرتيز بتاعت الكلورين هي الكاركترستكس بتاعت ايه؟ يعني هل هي ميتال ولا نون ميتال؟ يعني في الحاله ديت ان هي لا ميتال ولا نون ميتال، ساعتها ممكن ان احنا نقول عليها ان هي ايه؟ ممكن ان احنا نقول عليها مثلا ان هي زي السيمي ميتالز، او اللي هي الميتالويدز. فالبروبرتيز بتاعتها بتبقى بوسه ميتال ونون ميتال، ميتالويدز برضه. لكن هو الكلورين ده ايه؟ ده نون ميتال صافي كده. يبقى هو ايه؟ only a non metal. طيب which of the following best describes a substance that is poor conductor of electricity and has relatively low melting point؟ والله هو طالما قال لي poor conductor of electricity يبقى انا كده يعني هتروح على ايه؟ على الحاجات النون ميتالز. طب انا هنا الانسرز اللي موجوده مش ميتال ولا نون ميتال. covalent and molecular، ولا ionic and metallic، ولا ionic and molecular، ولا covalent and metallic؟ اه انا كده انا تركز بقى. والله يبقى هنا همسك كده اول نص، يا اما كوفيلنت يا اما ايونيك. طب هي النون ميتالز دي بتبقى ايونيك ولا كوفيلنت؟ لا، النون ميتالز بتبقى طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى كوفيلنت. يبقى هي ايه؟ مش ايونيك. يبقى هنشطب على الايونيك وهنشطب على الايونيك. يبقى متبقى لنا اللي هي ايه؟ يا اما كوفيلنت وموليكيولر يا اما كوفيلنت وميتاليك. طب هل النون ميتالز بتبقى ميتاليك؟ لا. يبقى هي ايه؟ كوفيلنت اند ايه؟ اند موليكيولر. طيب هنيجي هنا في السؤال بيقول ايه؟ A student conducted an experiment in which magnesium was reacted with the solution of copper to chloride and collected the data table below. After the reaction solution was filtered. يعني بعد ما الرياكشن ده حصل عملها ايه؟ عملية filtration. The residue collected اللي هو اللي متبقي عندنا، اللي متبقي على الفلتر بيبر والسوليد كفر. يبقى اللي متبقي على الفلتر بيبر ايه؟ سوليد كفر ميتال. هو عايز يعرف ايه؟ what is the ratio of the mass of copper collected، يعني عايز يعرف الماس اللي collected على ايه؟ على الفلتر compared to the mass of magnesium used. الماس بتاعت المغنيسيوم used في البداية خالص. طب احنا كده هنبص عندنا في التيبل دلوقتي ونبدأ نحلل. هو عايز ايه؟ الماس بتاعت الكفر collected والماس بتاعت المغنيسيوم used. طب هنا هنبص على اول رو، بيقول لنا بيكر 1. المقاس بتاعت البيكر نفسها 40.40. طب بيكر 1 اند ماجنيزيوم ستريب، هوب هنا كده يعني ده ايه؟ حاجه مشتركه بيكر 1 واللي ده عندنا ماجنيزيوم ستريب. فالفرق في الماس دوت هيكون ايه؟ هيكون هو بتاع الام جي بس.
يبقى كده جبنا اللي هو المغنيسيوم يوزد. المغنيسيوم يوزد هيبقى ايه؟ عامل ده ماينس ده عشان اطير البيكر 1 مع البيكر 1 هنا. فهلاقي ان ايه؟ هلاقي ان هي 40.6 ماينس 40.4 ايكوال ايه؟ 0.2 جرام. طيب احنا دلوقتي عندنا ده ايه؟ ده الماس بتاع المغنيسيوم. طب هنشوف هنا الماس بتاع الكبر بقى. الماس بتاع الكبر اهو، بص هنا بيكر 1 بلس مغنيسيوم ستريب بلس كبر 2 كلورايد. لا ما فهمش اللي انا عايزه. طيب هبص على اللي بعده. بيكر 1 بلس مغنيسيوم ستريب بلس كبر 2 كلورايد بلس ووتر. انا ما فيهاش يعني، انا ابتديت هنا اشوف الكفر واشوف هنا الكفر، بس انا مش هعرف احدد ما بينهم يعني. طب الدراي فلتر بيبر، اه هنا مثلا ممكن عناية تيجي على ان هنا كان في ايه؟ كان في عملية الفلتريشن، فالدراي فلتر بيبر هنا هتهمني. طيب بيكر 2 بلس ويت فلتر بيبر بلس ريسيديو بلس سولوشن. طب دي لخبطه كتيره كده. طب انا ابص على ايه الحاجات اللي هماني؟ دراي فلتر بيبر. ابص هنا كمان هلاقي دراي فلتر بيبر بلس ريسيديو. طب الريسيديو دوت كان عباره عن ايه؟ الريسيديو هنا كان ايه؟ سوليد كبر ميتال. يبقى الريسيديو دوت هو ايه؟ هو الكبر الكوليكتد. فهو ده اللي هو عايزها. فهبص على ايه؟ هلاقي ان انا هستخدم ده مع ايه؟ مع ده. يبقى عندنا دلوقتي الايه؟ الدراي فلتر بيبر مع الايه؟ الريسيديو. الدراي فلتر بيبر والريسيديو. فهعمل الاثنين ماينس بعض، فهلاقي ان 1.27 ماينس 0.75 ايكوال ايه؟ هلاقي عندنا ديت هتبقى ايكوال 0 بوينت كام؟ 52. ف 0.52 ديت لما احنا جبنا ديت اهي، ديت بتاعت الكبر وديت بتاعت ايه؟ بتاعت المغنيسيوم. فاحنا هنعمل ريشيو ما بينهم. هلاقي ان عندنا 0.52 ليه ال 0 بوينت كام؟ 0.2. فاحنا عشان نعمل لها سمبليفاي فهنضرب دي تايمز 5 ونضرب دي تايمز 5، فهنلاقي عندنا ان ايه اللي حصل؟ هلاقي ان ديت بقت 1 وديت بقت ايه؟ بقت 2.6. فالانسر هتبقى ايه؟ دي. طيب السؤال اللي بعده. What is the approximate total number of atoms in 3.25 gram of cobalt؟ فاحنا هنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم القانون بتاع افوكادروز نمبر. طب القانون بتاع افوكادروز نمبر كان بيقول ايه؟ كان بيقول عندنا ان النمبر اوف اتومز بيبقى equal ايه؟ ل 6.022 times 10 power 23 times number of moles. جميل. يبقى ده القانون دوت عشان نجيب ايه؟ النمبر اوف اتومز هي اللي احنا عايزينها. طب انا هنا مين معايا؟ الرقم اهو الكونستنت ده معايا اه. طب النمبر اوف مولز معايا؟ لا النمبر اوف مولز مش معايا. يبقى هضطر ان انا اجيبه. طب هو هنا مديني ايه؟ مديني ماس. طب ايه القانون اللي كان فيه النمبر اوف مولز والماس؟ كان القانون بتاع ايه؟ ان النمبر اوف مولز كان بيبقى ايكوال للماس على المولر ماس. طيب احنا في الحالة ديت احنا علشان نجيب النمبر اوف مولز عايزين تجيب الماس والمولر ماس. طب احنا معانا الماس اهي، المولر ماس معانا اه البريدك تيبل. طيب الكوبالت هنروح على البريدك تيبل ونشوف الكوبالت فين. هنبص هنا هنلاقي ان الكوبالت عندنا فين؟ هنلاقي الكوبالت فين؟ كوبالت اهو. الكوبالت ايه؟ 59. طيب هنبص والله ادي اهو ماشي سهلة اهي. هنقول عندنا ان ايه؟ ان الماس equal number of moles عندنا هيبقى الايكوال الماس اللي هي 3.25 over ايه؟ over ال 59 علشان نجيب النمبر of moles. فلما نعمل 3.25 divided 59 هيطلع لنا ايه؟ هنلاقي اللي طلع لنا ان هي ايه؟ ان هي 0.055. فهي الانسر بتاعتنا هي ايه؟ دوت النمبر اوف مودز. فهنقوم حاطينها هنا في القانون. فهنضرب ديت اللي هي 0.55 0.055 تايمز 6.022. فهنلاقي ان هي طلعت لنا ايه؟ هتطلع لنا اللي هي 3.32 بعد الابروكسيميشن تايمز 10 باور ايه؟ باور 22. اللي هي ايه؟ اللي هي الانسر ديت. طيب هنا بيقول لنا ايه which element is ductile and malleable. طيب احنا قلنا ان ايه؟ ان الدكتل ديت ان هي ايه؟ ان الحاجه نقدر ان احنا نمدها لخطوط رفيعه او سن وايرز. طيب والميلابل ان احنا ايه؟ نقدر ان احنا نضربها بالهامر، نعمل لها هامرنج يعني ان احنا يعني نعرضها لفورس كبيره بس ما تتكسرش. طب احنا كنا بنقول ان دول بيبقوا موجودين فين؟ في الميتالز بشكل كبير. طب هنبص عليهم. الايودين ده ميتال؟ لا. السلفر ده ميتال؟ لا. السيليكون ده ميتال؟ لا ده ميتالويد. هيبقى لنا ايه؟ الكبر. هل هو الكبر؟ اه هو الكبر صح.
which metal do not react with hydrochloric acid. طب احنا دلوقتي عندنا لما نيجي نحل سؤال زي ده ان هو يقول لي metal هيتفاعل مع كومباوند تاني، فانا في الحاله دي بحكم عليها من ايه؟ بحكم عليها عن طريق حاجه واحده اللي هي ايه؟ الكيميكال اكتيفيتي سيريز. الكيميكال اكتيفيتي سيريز هنا كده هي ايه؟ حاجه بتجمع كل الميتالز على حسب الرياكتيفيتي بتاعتها وسط الرياكشنز كلها. فبنلاقي عندنا ان ايه؟ بنلاقي والله ان احنا عندنا اي حاجه اعلى من التانيه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز بتحل مكانها. يعني ايه بتحل مكانها؟ يعني لو جينا نشوف مثلا الصوديوم ال Na بنلاقيه في الاول هنا كده في الاول خالص، ونلاقي ال H موجود عندنا في النص. فوالله لو ال Na ده لقى HCl هنلاقي ان هو ايه؟ هيجي مكان ال HCl، هيجي هنا مكان ال H وهيطلع لنا NaCl بلس، يعني هيبقى 2 2 2 بلس H2، والجاز الهيدروجين يطلع لوحده. يبقى كده اي حاجه اعلى من الثانيه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز بتتفاعل مع مع المركب اللي هو بيبقى، يعني احنا ده يعني هنا مثلا ال ان ايه اهي وال اتش اهي. فاي كومباوند بيبقى فيه الاتش والان ايه هنلاقي عندنا حاجه زي ايه؟ زي الاي يو اللي هو ايه؟ اللي هو الدهب. فلو جبت مثلا اتش سي ال وجيت حطيت عليه مثلا هنا كده دهب، فهل ادي الاي يو هنا اقل من الاتش في الكيميكال اكتيفيتي سيريز؟ هل هنلاقي ان الاي يو هتعمل زي ما الاتش عملت وهتطلع الاتش بره وتبقى اي يو سي ال؟ لا. طالما هي ايه تحت الاتش يبقى هي مش هينفع ان هي ايه تحل مكان الاتش. فاحنا بنشوف هنا الايرن والالومنيوم والمغنيسيوم والسيلفر. هو في الاسئله ديت ما بيحطش حاجه صعبه، بس انا اكون عارف مين اللي تحت الاتش. اللي تحت الاتش حاجات زي ايه؟ زي الكبر، زي الاي جي، زي الاي يو، زي مين تاني؟ زي البلاتينum، زي الحاجات يعني اللي هي الحاجات اللي بتبقاش ايه اللي ما بتتفاعلش خالص دي. الحاجات اللي احنا عارفين انها ما بتتفاعلش هي دي اللي ايه بتبقى موجوده تحت الاتش. فلو لقيتها في سؤال زي ده وتختارها على طول يبقى هنا هنختار مين؟ نختار السيلفر. طيب how many atoms of oxygen are how many atoms of oxygen how many atoms of oxygen are there in 1 unit of aluminum carbonate؟ لو عندنا يونت واحدة من الألومنيوم كربونات هيبقى فيها كام أتوم من الأكسجين؟ بنقول والله لو عندنا واحد، يعني هو هنا 1 يونت اوف الإيه؟ ألومنيوم كربونات، عندنا كام أكسجين؟ بنقول والله أنا هنا في الواحدة بيبقى عندي عبارة عن Al2 و CO3 باي 3. فهنلاقي إن إحنا جوه CO3 ديت فيها 3، وأنا عندي 3 منها هيبقى 3 تايمز 3، هتبقى عندنا كام أكسجين؟ 9 أكسجين. طب هنا بيقول لي إيه؟ Given the following balanced symbolic equation 2Na plus CuSO4 هيديني Na2 plus SO4 plus Cu. بيقول لي لو 8 moles of sodium reacts with CuSO4 how many moles of copper will produce during this reaction؟ احنا في اي مسألة زي كده لما هنيجي نحلها، احنا في الأسئلة هنا كنا بنشوف ايه؟ كنا بنشوف طريقة على طول احنا بنحلها بيها اللي هي ايه؟ كنا بنجيب الرياكشن عادي نكتبه نقول والله احنا عندنا هنا 2Na plus CuSO4 هيتحول يبقى Na2SO4 plus Cu. ده سوليد وده سوليد. طيب كنا بنقول ايه؟ بنحط عندنا 5 سطور. احنا مش هنستخدم ال5 سطور كلهم بس أنا عشان نفتكرهم: coefficient available ratio mass molar mass. دوت ايه ده 5 سطور عندنا لما بنعمل اي حاجه ستيكيومتري. فكنا بنقول ايه في الكوفيشنت؟ بنشوف الرقم اللي جنب الكومباوند هنا كام 2، هنا كام 1، هنا كام 1، هنا كام 1. طيب بنيجي نشوف مثلا الافيلابل يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي متاحه لينا في الرياكشن. فالمتاح هنا في الرياكشن ايه؟ يقول لي 8 مولز اوف صوديوم reacts with CuSO4، فنحط هنا تحت ال 2 نحط هنا 8. في الافيلابل هنا بنحط 8. طيب احنا دلوقتي عندنا بلس سي اس او 4، الاس او 4 هو ما قاليش هو ايه فمش مهم دلوقتي. هو عايز يعرف how many moles of copper will produce during this reaction. والله لو جيت اعمل مقص في اي حته من هنا فلاقيها ان هي شغاله معايا عادي. يعني ايه مقص في اي حته من هنا؟ يعني هو عايز دلوقتي يعرف ايه هو moles of copper، فقوم جاي اعمل مقص هنا ايه بين ال1 وال8 وال2 واللي تحت ال1 عشان اعرف كام حاجه يعمل برودكشن هنا. فلاقي ان هي ايه؟ هلاقي إن لما اعمل مقص ان هو 1 times 8 divided 2 هلاقي ان هي ايه equal 4. بدلوقتي ان انا لما بنعمل مقسمه ما بين الكوفيشنت والافيلابل بنلاقي ان هو طلع لنا نمبر اوف مولز الافيلابل عندنا كام مول هنا؟ 4 هيتكونوا. طيب it was found that a gold sample that occupied a volume of 20.3 cubic centimeter had a mass of 392 grams. Determine the density of gold to the correct number of significant figures. طب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟
نيجي نشوف عندنا السؤال دوت، نفتكر قانون الدنسيتي. الدنسيتي ايكوال ايه؟ ايكوال الماس اوفر الفوليوم. فبنشوف الماس هنا، الماس هنا ايه؟ 392 جرامز. فهنحط هنا كده 392 جرام اوفر ايه؟ اوفر 20.3 كيوبيك سنتيمتر. هل هغير في اي يونتس؟ يعني هل اليونتس اللي موجوده في الاختيارات مختلفه عن الجرام بير سنتيمتر كيوبيك؟ لا، هي يبقى انا هحسبها بس. فهلاقي ان هي طلعت لي ايه؟ هلاقي ان هي طلعت لي 19.31 غالبا. فاحنا بنلاقي ايه؟ ان احنا جبنا 19.31. هل هي موجوده هنا عندنا في الانسرز؟ لا، بس موجوده 19.3 و 19.4. فاحنا هنختار ايه؟ 19.3. بس هنختارها ليه كده؟ يعني لو كانت مكتوبه 19.34 او 31 او 32 او 33، اي حاجه هتبقى اقرب من ان هي 3 بس يعني كده. فكنا ليه هنختار اللي هي 19.3 بس ديت اللي هي انسر ايه؟ عشان هو بيقول لي ايه؟ to the correct number of significant digits. طب significant digits ديت اللي هي ايه هنا عندنا؟ والله هنا عندنا دوت كام significant figure؟ 3. وده كام؟ 3. وبالتالي كنا بنلاقي ايه؟ كنا بنلاقي ان احنا الرقم اللي هيطلع لنا طالما دي عمليه divided او times، هنلاقي ان هي لازم يكون 3 significant figures. ف 19.31 ديت هتتحول تبقى 19.3 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طيب which of the following statements is false? Atoms of the same element can have different number of neutrons. Atoms of the same element can have different number of protons. Atoms of the same element can have different mass number. Atoms of the different elements can have the same number of neutrons. طيب هنبص دلوقتي عندنا على ايه؟ مين من دول غلط؟ دلوقتي لو الاتومز عندها different number of neutrons، هل ديت ممكنة؟ بتبقى موجودة فين؟ في الايزوتوبس. عادة أسئلة اللي هي إيه؟ حاجات من الترم الأول بس، إيه يعني كانت موجودة في امتحانات قديمة. فيعني إحنا بنحلها يعني احتياطيا. فأتومز ديت ممكن تكون موجودة فعلا. الأيزوتوبز بيبقى عندها نمبر اوف نيوترونز هو اللي بيختلف، يبقى ديت مش هي الصح. يعني هو عايز الإيه؟ الفولس. Atoms of the same element can have different number of protons. different number of protons يعني ديت كده إيه؟ إحنا شاكين فيها دلوقتي. هل هي دلوقتي عندنا الاتومز the same element can have different number of protons؟ يعني هل الاتوميك نمبر اللي تحت ده بيكون، يعني مثلا نلاقي ان ان ايه عندها 11، هنلاقي ان هي ممكن يكون عندها في يوم من الايام ان ايه عندها 12؟ لا، يبقى هي ديت الانسر هي الصح. طب نراجع الباقيين. atoms of the same element can have different mass number. طب الماس نمبر اللي هي ايه؟ اللي هو اللي بيبقى موجود من فوق، اللي بيبقى موجود من فوق دوت اللي هو ايه؟ النيوترونز بلس البروتونز. طبعا النيوترونز ممكن انها تختلف عادي للسيم element، فطبيعي ان الماس نمبر عندنا هيختلف. بقيت ايه؟ لا. atoms of two different elements can have the same number of neutrons. اتنين atoms عندهم نفس يعني عندهم نفس number of neutrons وسط ما هما اتنين different elements. فنلاقي ديت ممكن تحصل. ايوه، طب ممكن تحصل دي اللي هي زي ايه مثلا؟ هنلاقي عندنا ان الكربون، سوري، الكربون والنيتروجين الاثنين بيبقوا عندهم نفس النمبر اوف نيوترونز. يعني الاثنين عندهم نفس النمبر اوف نيوترونز اللي هو ايه؟ 8 نيوترونز. فبنلاقي عندنا ان هنا النيتروجين بيبقى من تحت 7 ومن فوق 15. طيب وبنلاقي ان الكربون هنا بيبقى من تحت 6 ومن فوق كام؟ 14. الاثنين عندهم نفس عدد النيوترونز. فديت برضو اللي هي غلط عندنا. طيب عندنا ايه تاني؟ هنلاقي عندنا السؤال دوت بيقول لنا ان ايه the table below provides some properties of the fictitious elements A و D و E و G. which element is most likely a non-metal؟ مين من دولت ممكن يكون non-metal يعني بشكل كبير؟ يعني مين من دولت non-metal؟ والله احنا النون ميتال دلوقتي في البروبرتيز اللي قدامنا اللي هو الايونيزيشن انرجي والالكترونيجاتيفيتي والكوندكتيفيتي وفي الالكتريسيتي اند هيت. النون ميتال عندنا بيبقى في كل مكان من دولت عكس التاني. طب احنا هنمسكهم واحده واحده. هنمسك الكوندكتيفيتي اوف الكتريسيتي والهيت. فهنلاقي ان ايه؟ هنلاقي ان احنا عارفين ديت اكتر واحده عارفينها ان دايما النون ميتالز بيبقى ايه؟ بيبقى عندهم لو كوندكتيفيتي اوف الكتريسيتي اند هيت. فهنلاقي اللي هي ديت اللي هي الدي هتطير معانا والجي هتطير معانا. فيبقى عندنا يا اما تبقى ايه يا اما تبقى ايه. طبعا دلوقتي هفرقهم ازاي؟ ده لو ده لو، ده هاي وده هاي. فاحنا عارفين دلوقتي الالكترونيجاتيفيتي ان ايه؟ ان الالكترونيجاتيفيتي بتزيد كل ما بنروح يمين وكل ما بنطلع لفوق. فكل ما بنروح الناحيه دي، طب كل ما بنروح الناحيه دي مين اللي موجودين هنا؟ النون ميتالز. فيبقى الالكترونيجاتيفيتي عاليه عند مين؟ عند النون ميتال. يبقى في التالي هي ايه؟ هي الاي. طب والاليمنت والاليمنت ايونيزيشن انرجي عندنا بنلاقي ان هي فيها ايه؟
بنلاقي ان هي هاي برضه. طب ليه هاي؟ علشان هنا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الاتومز اللي بتاعت النون ميتالز بتحصل ايه؟ يعني بيبقى عندنا سي ال عاديه بتتحول لسي ال نيجاتيف. عملت ايه؟ عملت جيننج الالكترون، فهي عملت خدت الكترون. طب الايونيزيشن انرجي ديت ان هي ايه؟ ان هي تلوز الالكترون. فهي دلوقتي هي في طبيعتها ان هي بتاخد الكترونز، فلما هتيجي تلوز واحد من اللي عندهم في الطبيعي، هل هي هتاخد انرجي كبيره ولا عاليه؟ طالما هي حاجه غير طبيعيه تماما، فالانرجي اللي هي بتاخدها علشان تعمل العمليه دي بتبقى ايه؟ بتبقى كبيره جدا. طيب the elements sodium and lithium have similar chemical properties because they both have the same ايه؟ امتى السيميلار chemical properties دي بتحصل؟ لما ال outermost electrons بيبقوا موجودين ايه؟ زي بعض. يبقى number of completely filled sublevels لا، mass number لا، atomic number لا، number of ايه؟ of valence electrons. ايه هي ال valence electrons؟ هي الالكترونز اللي موجودة في ال outermost energy level. Which element is never found free in nature؟ مين من دولت مش بيبقى موجود لوحده في الطبيعة بسبب ايه؟ the elements high reactivity. مين من دولت high reactive؟ الاف ولا الان ولا الاو ولا الان ايه؟ اه، اول معناها تيجي على الان ايه كده افتكر ان الان ايه اصلا ده اول ما بيلمس في الووتر بيقوم متفاعل معاها وعامل نار حريقة كبيرة. وان اي ميتال اصلا بيبقى نادر ان احنا بنلاقي الميتال في شكل في حالته الطبيعية ان هو بيبقى موجود ان ايه لوحده كده في الطبيعة. لا، بنلاقي ان هو ايه؟ معاه شويه ايونز تانيين. فهو بيكون ايه؟ ال Na هو في الغالب بيكون ايه؟ هو الاكتر واحد من دولت هو اللي بيتفق معاك الكلام دوت ان احنا مش بنعرف ان احنا نلاقيه في النيتشر لوحده. وعلى العكس ان احنا ده بسبب يعني الاليمنتس اللي عنده هاي رياكتيفيتي عاليه جدا. ده بسبب ده بسبب ايه؟ ان الاليمنت عنده هاي رياكتيفيتي. طيب which of these elements in period 3 has the least tendency to attract electrons؟ مين من دول عنده أقل tendency إن هو يأتراكت الإلكترونز؟ يعني إيه أتراكت الإلكترونز؟ يعني يشد الإلكترونز ناحيته. طب عملية إن هو يشد الإلكترونز ناحيته ديت اسمها إيه؟ الإلكترو نيجاتيفيتي. إن الحاجة تشد الإلكترونز ناحيتها فهي الإلكترو نيجاتيفيتي. طب الإلكترو نيجاتيفيتي بتبقى موجودة فين أعلى؟ بتبقى موجودة كل لما بنروح ناحية اليمين. فال AL وال MG وال S وال CL. فهنلاقي عندنا ان هي مترتبه كده. هنلاقي لما نفتح بريد تيبل هنلاقي الاي ال اول واحد، هنلاقي سوري الام جي اول واحد. بعد كده هناك الناحيه التانيه هنلاقي اي ال. بعد كده هنلاقي الاس. بعد كده هنلاقي السي ال. طيب an element of the group 15 اللي هو ال 5A are considered in order from top to bottom يعني من فوق لتحت. ادي ال 15A. What happens to the character of the atoms of each successive element؟ ايه اللي بيحصل لكل element لما نيجي ننزل لتحت؟ بنلاقي عندنا حاجة بتحصل. يعني هنبص هنلاقي زي metallic character increases ولا they are more likely to gain electrons. فكل لما بننزل لتحت كده هياخدوا electrons اكتر؟ لا، هما كلهم ان هما ياخدوا electrons عند بعض هتبقى متشابهة. فهي لا، يعني كمان لما هننزل تحت هنلاقي ان تحت في ميتالز. فالميتالز اصلا ما بياخدوش اصلا الكترونز، هم بيعملوا لوزنج الالكترون فديت مش معانا. طب they are more likely to be in the gas phase. كل ما بتنزل لتحت كل ما الحاجه بتبقى المولر ماس بتاعتها اكبر. فكل ما النون ميتال ذات اصلا تتقل، فبنلاقي ان ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي ان هي كل ما بتتقل بنلاقي ان هي اتحولت وبقت ان هي ما بتبقاش جاز، بتبقى ليكويد اصلا. ان هي كل ما بتتقل يعني بتتحول للليكويد ثم السوليد. فهنلاقي ديت اللي هي مش معانا. طب زير نون ميتاليك كاركتر انكريز ولا الميتاليك كاركتر انكريز؟ قلنا ان ايه؟ ان احنا عندنا تحت اصلا في شويه ميتالز. فاحنا كل ما بننزل اصلا بنلاقي ان الميتاليك كاركتر بيحصل له ايه؟ بيحصل له انكريز. طيب which of the following properties are most common in non-metals؟ في النون ميتالز بيبقى عندهم انهي من دولت اكتر حاجه كومن؟ قلنا في النون ميتالز من شويه ان الالكترونيجاتيفيتي بتكون عاليه. فهنلاقي ان هي هاي وهاي الكترونيجاتيفيتي يبقى اللو داتا نشطبها ولو داتا نشطبها. وقلنا برضو ان الايونيزيشن كانت بتبقى شبه الالكترونيجاتيفيتي فبالتالي هي ايه؟ هاي الكترونيجاتيفيتي وهاي ايونيزيشن انرجي. Which of the following correctly bears a phase of matter with its description؟ يعني انهي من دولت انهي بير من دولت اللي هو الفيز اهي والكلام اللي بعدها بيكون صح. فهنمسكهم واحدة واحدة. solid particles have no motion. مفيش أي حاجة البارتكلز عندها no motion. يعني البارتكلز حتى في السوليد بتكون بتتحرك بس حركة خفيفة جدا. بس الحركة ديت موجودة. ما ينفعش إن احنا ننفي إن هي ما تتحركش. يعني أي حاجة حوالينا البارتكلز بتتحرك. طب liquid particles expand to fill any container in which they are placed. يعني particles يعني بتمط نفسها كده واللي هو تتمدد في المكان لحد اما تملاه خالص. لا، دي بتبقى في حالة ايه؟ في حالة الجاز.
ان الحاجه تقعد تكبر يعني تملى المكان اللي هي موجوده فيه. يبقى ديت ايه؟ ديت غلط وديت غلط. طب الجاز، البارتكلز بتاعته have higher amount of energy than when in the liquid phase، يعني الانرجي بتاعته في الجاز اعلى من وهي في الليكويد فيز. ليه؟ علشان هي بتبقى حركتها اكتر، بتتحرك بحرية اكتر وهي في الجاز، فبالتالي هي عندها انرجي اعلى، وهو دوت السبب بتاع ان السي هي الانسر الصح. طب الدي، particles are more strongly attached to one another than when in the solid phase، يعني وهي liquid اللي هي بتبقى تقريبا كده اكتر من وهي solid اللي بيكونوا لازقين في بعض تماما. لا، يبقى هي ايه؟ ديت برضو غلط. Which subatomic particle is found in the nucleus of all isotopes of hydrogen؟ كل الايزوتوبس بتاعت الهيدروجين، ايه اللي بيبقى موجود جوه النيوكليوس اللي موجوده؟ والله الايزوتوبس بتاعت الهيدروجين بنلاقي ان احنا عندنا تبقى عباره عن ايه؟ الهيدروجين ان هي عندها 1 1. يعني ايه 1 1؟ يعني هي عندها 1 بروتون بس يعني، دوت ايه؟ ده واحد ايزوتوب منها. طب والتاني اللي هو الطبيعي بتاعها اللي احنا عارفينه هو 1 و 2، اللي هو عبارة عن 1 بروتون و1 نيوترون. طب ممكن يكون 1 بروتون و2 نيوترون. فايه اللي موجود عندنا ثابت في كله؟ ان هي عندها 1 نيوترون هو اللي موجود ايه؟ جوه النيوكليس بتاعت اي ايزوتوب من الهيدروجين. بيقول لي what is the mass of 100 atoms of iron in gram؟ يعني هنا ده هنا في فرق، ان هو بيقول لي 100 اتوم in جرام. فهبص والله انا القانون كان عندي بيقول ايه؟ القانون كان بيقول ان النمبر اوف اتومز كان equal لل 6.022 times 10 باور 23 times ايه؟ النمبر اوف مولز. طيب احنا في الحالة ديت هو ايه؟ احنا معانا النمبر اوف اتومز وهو عايز يعرف الماس. ففي الماس كنا بندخل اللي هو اللو بتاع ايه؟ بتاع ان النمبر اوف مولز كان بيبقى equal للماس على المولر ماس. يبقى هو احنا عايزين نجيب الماس. طب احنا دلوقتي الماس هنجيبها منين؟ من المولر ماس من البريودك تيبل، واللي هي equal ل 55.8. طب والنمبر اوف مولز بقى هنجيبها منين؟ من القانون اللي فوق ده. هنجيبها ازاي من القانون اللي فوق ده؟ هنقول والله عندنا ان النمبر اوف اتومز اللي هو مديهاني ديت اللي هي كام؟ اللي هي 100. هقوم عامل ايه عشان اجيب نمبر اوف مولز؟ هنزل ديت تحت فتبقى 100. 100 divided 6.022 times 10 باور 23 equal النمبر اوف مولز. واقوم جايب الرقم اللي هطلعه من هنا واقوم حاطه هنا كده، فهلاقي ان ايه؟ ادي النمبر اوف مولز equal النمبر اوف مولز دي. اقول هنا ان هي ان ايه؟ ادي الماس على 55.8، واحسب الماس عادي جدا. فهنلاقي عندنا ان ايه؟ ان هي هتبقى حوالي 550، يعني 5580 divided 6.022. فاحنا هنحسبها على الآلة دلوقتي كده، هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا ان ال 5580 divided ال 6.022 equal ايه؟ اللي هي هتبقى الانسر سي اللي هي 9.3 times 10 power negative 21. طب هنا بنقول ايه؟ what is the mass of 3 moles of hydrogen gas؟ طب هنبص كده what is the mass of 3 moles of hydrogen gas؟ فاحنا كنا بنقول ايه عندنا في القانون بتاع ادي الماس ومول؟ فبنقول ايه؟ ان number of moles equal mass over molar mass. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا عايزين الماس، فهنضرب النمبر اوف مولز تايمز المولار ماس. يبقى هنقول ايه؟ ان 3 equal الماس على المولار ماس. طب المولار ماس بتاع الهيدروجين كام؟ الهيدروجين جاز قصدي كام؟ يعني هل هو الهيدروجين دلوقتي المولار ماس بتاعتها 1؟ ولكن الهيدروجين جاز ما بيكونش موجود في النيتشر بشكل ان هو اتش بس، بيكون ايه؟ اتش 2. فبنلاقي ان المولار ماس بتاعت ال 1 مولكيول يعني بتاع ال 1 مول من ال H2 ايكوال ايه؟ ايكوال 2 جرام. ففي الحالة ديت هنقول ان تحت هنا ايه؟ 2 مش 1. ف 3 تايمز 2، فهيلاقي ان الماس بتاعت 3 مولز من الهيدروجين جاز 6 جرام. السؤال ده بنقول ايه فيه؟ بنقول ان احنا عندنا دلوقتي identical balloons each of them is filled by the same volume of pure different gas at 25 Celsius degree and 1 atm pressure. يعني هو دلوقتي ايه ده؟ اللي يهمنا ان هو ايه؟ same volume، يعني الفوليوم بتاعهم هو. which one of them has the largest mass؟ انهي منهم عنده اعلى ماس؟ طب والله هنفتكر كده ان كان عندنا لو كان بيقول ايه؟ ان 22.4 لتر من اي جاز يساوي 1 مول من الجاز ده. يعني 22.4 لتر من اي جاز يساوي 1 مول من الجاز ده. طيب احنا دلوقتي كلهم عندهم نفس الفوليوم، يبقى كلهم عندهم نفس النمبر اوف مولز. طالما عندهم كلهم نفس النمبر اوف مولز، طب النمبر اوف مولز دوت كان بيبقى بناء على ايه؟
بناء على الماس اوفر المولر ماس. فاحنا بالتالي عندنا اللي هيفرق في كون ان مين عنده اكبر ماس، فاللي عنده اكبر ماس هو اللي عنده مين، هو اللي عنده اكبر مولر ماس. فبالتالي بنقول ايه that filled with CO2 since it has the larger molecular mass، ولا that filled with CH4 since its molecule has larger number of atoms، ولا that filled with helium since it has an inert gas، ولا that filled with O2 since it has the larger density. يبقى اللي احنا قلنا عليها انهي، اللي هي طالما المولر ماس اللي تبقى اكبر، يبقى انهي واحده اللي هي ايه، اللي هي ذات فيلد والسي او 2، علشان هي اللي عندها اكبر موليكولار ماس. موليكولار ماس اللي هي يعني ايه، يعني مولر ماس بتاعت الموليكيول كلها. المولر ماس بتاعت الموليكيول كلها يعني ايه، يعني المولر ماس بتاعت السي زائد المولر ماس بتاعت الاو 2. فهنلاقي ان هي ايه، ان هي 12 بلس 32. هنلاقي ان هي ديت اكبر واحده، هي اللي عندها في المول الواحد ايكوال 44 جرام. طيب، طب السؤال اللي بعده بنقول ايه، بيقول لي if you know that the volume of each balloon is 2 liter what is the number of molecules found in each balloon. يعني هو دلوقتي قال لي ان الفوليوم كام 2 لتر، النمبر اوف موليكيولز بتاع كل بالون ايه. طب احنا قلنا ان النمبر اوف موليكيولز دوت كان بيبقى موجود في انهي لو في افوجادروز، ان هو نمبر اوف موليكيول او الايون او الاتوم قصدي، بيبقى ايكوال 6.022 تايمز 10 باور 23 تايمز ايه، تايمز النمبر اوف مولز. طيب احنا دلوقتي عايزين ايه، عايزين نمبر اوف موليكيولز. طيب يبقى احنا عايزين نجيب النمبر اوف مولز. طب النمبر اوف مولز هنجيبه ايه من القانون ده، ان احنا كنا بنقول ان 22.4 لتر كان ايكوال لل 1 مول. طب هو دلوقتي بيقول لنا ان هو ايه 2 لتر، هيبقى كام مول. فاحنا هنعمل ايه، هنعمل هنا كده كروس، ان 2 تايمز 1 ديفايدد 2 تايمز 1 ديفايدد 22.4، فهيبقى 2 ديفايدد 22.4 ايكوال ايه 0.089. فده ايه ده النمبر اوف مولز اللي عندنا في كل جوه كل ايه، جوه كل بالون. طب احنا عايزين نشوف بقى، يعني من النمبر اوف مولز دوت هنقوم مدخلينه هنا كده، فهنقول ان هي 6.022 تايمز 10 باور 23 تايمز 0.089، هيطلع لنا كام موليكيول. هلاقي ان هي طلعت لنا 0.537، 0.537 اللي هي ايه 5.37 تايمز 10 باور 22، هي دي الانسر. طيب هنبص عندنا بيقول لي ايه، بيقول لي هنا methanol which is used as a fuel in racing cars and in fuel cells. It can be prepared from the reaction between carbon monoxide and hydrogen as shown in the equation. يعني اللي هو الايكويشن ديت عندنا، بيقول لي 356 جرام of CO and 65 جرام of H2 are mixed and allowed to react. The mass of produced ethanol will be كام. طب احنا في السؤال دوت كنا بنقول والله ان احنا عشان نحل السؤال دوت بيبقى عندنا ايه، بنحل بالايه بالخمس سطور، الخمس سطور اللي هم ايه CO بلس 2H2 هيديني هناك ايه CH3OH. بنقول ان احنا عندنا الكوفيشنت، وعندنا الافيلابل، وعندنا الريشيو، وعندنا الماس، وعندنا المولر ماس. طب الكوفيشنت هنا بتاع السي او كام؟ واحد، وال2 اتش 2 2، وده واحد. طب الافيلابل ده بنجيبه منين؟ بنجيبه بالماس والمولر ماس. الماس بتاعت السي او كام؟ 356، والماس بتاعت 2 اتش 2 بايه 65. طب المولر ماس بتاعت سي 2 سي او قصدي بيبقى 12 بلس 16، فهتبقى ايه 28. طب وال 2 اتش 2، ال H2 الواحدة فيها كام؟ ال H2 يعني الاتنين من ال H، وال H الواحدة بكام؟ بواحد، يبقى هنا هتبقى كام؟ 2. فاحنا هنحسب الافيلابل عن طريق ان احنا نقسم الماس على مولر ماس. فهنقوم جايين هنا كده فين الكالكوليتر، وهنحسب الافيلابل مولز عندنا من كل واحد. هنلاقي ان احنا عندنا CO في منها 12.7 مول، وال 2H2 هنلاقي عندنا منها كام 32.5 مول. طب احنا دلوقتي ايه جبنا الايه، جبنا السي او وال 2 اتش 2. احنا عايزين نعرف دلوقتي طالما احنا عندنا النمبر اوف مولز بتاع التو رياكتنت، فاحنا كده يبقى اكيد لازم نجيب الليميتنج ريجنت. ونجيب الليميتنج ريجنت ازاي، عن طريق ان احنا هنقسم الافيلابل على الكوفيشنت، هنقسم ده على ده. طب الافيلابل لما نقسمه على الكوفيشنت 12.7 ديفايدد 1
يبقى ايكوال ايه 12.7. طب 32.5 ديفايدد 2 يبقى ايه ايكوال 17.25. فمين الاصغر؟ السي او. فالسي او دوت هو اللي بيبقى عندنا هو الليميتنج رياجنت. يبقى احنا لما هنيجي نشتغل بنعمل ايه بعد ما جبنا السطر ده، بعد ما عرفنا مين اللي قال نقوم مسحينه. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنشتغل دلوقتي نشوف عندنا ان ايه ان السي او هو ده اللي هنشتغل بيه. يبقى دلوقتي بنعمل ايه؟ هو عايز يعرف الماس بتاعت البروديوسد ميثانول، فهنقوم عاملين ايه كروس هنا كده وكروس هنا كده. فهنلاقي ان الافيلابل اللي هيطلع لنا من السي اتش 3 او اتش هو 12.7 مول منه. طب هو عايز يعرف الماس، هقوم عامل ايه؟ هقوم جايب دلوقتي ده واجي في السطر بتاع الماس ومولر ماس. انا عايز اعرف الماس بتاعت الحاجه اللي طالعه لي دي، وعايز انا دلوقتي لازم ان انا اعمل ايه؟ هضرب النمبر اوف مولز، يعني القانون كامل النمبر اوف مولز ايكوال الماس اوفر المولر ماس. احنا عشان نجيب الماس بنعمل ايه؟ بنضرب النمبر اوف مولز في المولر ماس. طب المولر ماس بتاعته ايه؟ سي ب 12 والاتش 3 اللي عندها 3 والاو 16 والاتش 1. يبقى كده التوتال عندنا ايه؟ التوتال عندنا ان هو ايه 32. فاحنا هنقوم عاملين إيه دلوقتي؟ هنقوم عاملين 12.7 تايمز 32. هتلاقي الانسر ان هي ايه 406.4 اللي هي ايه 406 جرام. طيب هو بدا دلوقتي عايز يعرف what is the remained mass of the excess reactant after the limiting reactant has been consumed. في السؤال ده بنعمل ايه؟ السؤال دوت احنا عارفين ان احنا حددنا الليميتنج ريجنت اللي هو كان السي او. الاكسس اللي هي الحاجه التانيه اللي هي ايه 2H2. فاحنا دلوقتي عرفنا ان احنا هناخد كام مول عندنا من ال 2H2. قلنا ان احنا هناخد من هنا 12.7. يبقى هناخد من الناحيه التانيه كام؟ هنعمل 12.7 ديت علشان نعرف احنا هناخد منها كام. هنعملها ايه كروس هنا، يعني هنجيب نفس الكلام دوت هنا كده. هنقول ان السي او ديت كانت ايه؟ كانت الكوفيشنت والافيلابل. الكوفيشنت كان كام؟ ده 1 وده 2، والافيلابل هنا 12.7 وهنا كام 30 32.5. فانا عايز اعرف انا هستخدم ايه، فهعتبر ان ال 32 ديت 0.5 ديت مش موجوده معايا، اشيلها واكتبها على جنب 32.5. انا عايز اعرف انا هستخدم قد ايه من الاتش، فهعمل كروس هنا. هلاقي ان هي 12.7 تايمز 2 ديفايدد 1 هتطلع لي ايه اللي هي 25.4. ده ايه ده اللي استخدمناه منين؟ من ال 2H2. طب انا دلوقتي انا عايز اعرف اللي متبقي، هنعمل 32.5 ماينس 25.4. هنيجي هنا كده هيتبقى لنا ان هو ايه ايكوال يعني دوت هنقول ان هو 5 و 2 7.1 مول. يبقى هو متبقي لي ايه 7.1 مول من ايه من ال H2. طب انا عايز اعرف الماس بتاعته، فهلاقي ان هي حوالي ايه؟ هلاقي ان هي حوالي يعني هنعمل ايه؟ هنضرب زي ما عملنا هناك المول تايمز المولر ماس. فالمولر ماس بتاعت ال H2 هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ان احنا بنعملها النمبر اوف مولز تايمز المولر ماس بتاعت 7.1 مول. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضرب النمبر اوف مولز تايمز ايه تايمز المولر ماس بتاعت ال H2. فهنضرب اللي هي 7.1 ديت تايمز ايه تايمز 2 جرام عشان يطلع لنا ان هي ايه ايكوال 14.2 جرام، اللي هي هنعتبرها اللي هي 14.1 جرام عشان هنا في تقريبات وحاجات احنا مش عاملينها، فهي تبقى ايه هي الانسر اللي هي ايه. طيب هنا بيقول لي a reaction occurs between two liquid substances in a sealed jar. What will happen to the mass of the sealed jar and its contents after the reaction occurs؟ يعني دلوقتي عندنا two liquid substances الاتنين هيعملوا reaction مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ The mass will change if a gas is formed and it will change if a solid is formed. The mass will change if a gas is formed but it will not change if a solid is formed. The mass will change if a solid is formed but it will not change if a gas is formed. The mass will not change if a gas is formed and it will not change as a solid formed. فاحنا هنا هنرجع لحاجة لو اسمه ايه؟ اسمه اللو of conservation of mass. ده معناه ايه؟ ان الماس اللي في الرياكتنت لازم يساوي الماس اللي في البرودكت. يعني ده البرودكت وده الرياكتنت، لازم الاتنين الماس بتاعتهم تكون زي بعض. فده معناه ايه؟ ان الماس مش هتتغير لا لو كان جاز ولا لو كان سوليد، طالما ايه؟ طالما ان هو سيل جار. سيل جار يعني هو ان هو ايه؟ ان هو مقفول. فبالنسبه لنا السيل جار ان هو ايه؟ مقفول. طالما مقفول يبقى الماس بتاعته مش هتتغير.
الماس بتاعته مش هتتغير ليه؟ علشان يعني لو اتحول لسوليد فهو كده كده جوه البطرمان، فهو كده كده الماس بتاعته مش هتتغير. طب لو اتحول لجاز فبالتالي هو يعني مش هيهرب، يعني الجاز هو مش هيهرب طالما هو مقفول، فهو لسه جوه، فالماس هتبقى هي اللي دخلت هي اللي طلعت. طب امتى نقول ان هو يعني احنا الانسر عندنا هنا كده دي، امتى نقول ان هو الماس والتشينج لو هي جاز والنوت تشينج لو هي سوليد؟ ده في حالة ان هي ايه؟ ان هي تبقى يعني مفتوحة، يعني يبقى الجار اوبن. ديت الحالة الوحيدة اللي تخلي ان دوت ممكن يحصل. لكن طالما هو سيل جار يعني مقفول كويس، يبقى هنلاقي الانسر هي دي. طيب in the unbalanced chemical equation, balancing the following equation using smallest possible integers, number of oxygen moles will be كام؟ احنا دلوقتي عايزين نوزن ديت، فلما نوزن ديت هنلاقي عندنا ان هي ايه؟ هنبدأ دلوقتي نشوف الوزن بتاعها. يقول لي ادي عندنا ال KO2 بلس CO2، هيديني هناك كده K2CO3. هنا بنلاقي ايه؟ بيقول لي the number of molecules which are found in 11 gram of carbon dioxide is equal to the number of molecules which are found in how many grams of ammonia gas. يعني number of molecules اللي هنا هو اللي هنا. يعني هنا هنلاقي ان هو ايه؟ CO2، وهنا امونيا جاز اللي هي ال NH3. النمبر اوف موليكيولز اللي هنا هي النمبر اوف موليكيولز اللي هنا، في حالة ان ديت تبقى 11 جرام. طب امتى ديت تبقى قد ديت؟ يعني هي ديت اللي هي الموليكيولز، وامتى لما تبقى الماس كام هنا؟ فاحنا بالتالي لازم ان يكون، طالما النمبر اوف موليكيولز قد بعض، يبقى ايه؟ النمبر اوف مولز في الاساس لازم يكون قد بعض. ليه؟ عشان القانون بتاع النمبر اوف موليكيولز ايكوال الرقم بتاع افوجادرو اللي هو 6.022 تايمز 10 باور 23 تايمز النمبر اوف مولز. فبالتالي احنا عندنا ده ثابت، يبقى لو نمبر اوف موليكيولز عندنا الاثنين ايكوال يبقى نمبر اوف مولز ايكوال. يبقى هنا دلوقتي النمبر اوف مولز هنا ايكوال. طب النمبر اوف مولز ايكوال، يبقى احنا هنا ممكن نجيب ايه؟ النمبر اوف مولز بتاعت السي او 2. هنقول ان هي ايه؟ ان هي 11. 11 ديفايدد المولر ماس. طب المولر ماس ده 12، وده ايه ده؟ ده 32. فلاقي ان المولر ماس عندنا بكام؟ هلاقي ان المولر ماس 44. يبقى كام نمبر اوف مولز؟ 0.25. يبقى دوت لازم يكون 0.25. يبقى ال 0.25 اللي هو النمبر اوف مولز بتاعت ال NH3 المفروض تبقى ايكوال للماس اوفر المولر ماس. طيب احنا عندنا دلوقتي احنا عايزين نجيب الماس، يبقى المولر ماس دلوقتي هنحسبها. ال N الواحدة ب 14 وال H الواحدة ب 3، يبقى ديت تايم از 3. لان هي عندنا اللي هي ايه؟ هنا ديت كده 17. عايزين نجيب الماس هنضرب الاثنين في بعض، لان ايه الانسر اللي طلعت لنا؟ ان هي 4.25. هي ديت الماس بتاعت number of molecules تساوي number of molecules بتاعت 11 جرام of carbon dioxide. طب هنا بيقول لي if 3 moles of X reacts with 4 moles of Y، لو 3 من ال X هتعمل reaction مع 4 من ال Y، which chemical substance can be considered as a limiting agent؟ فاحنا هنعمل كده. هو بيقول لي ايه؟ 2X plus 3Y هيديني L plus 2M. هنقول ان احنا عندنا coefficient، وهنقول ان احنا عندنا ال available، وهنقول ان احنا عندنا ايه؟ الريشيو. الكوفيشنت هنا كام؟ 2، هنا 3، هنا 1، هنا 2. ال available بيقول لي كام من الاكس؟ الاكس منها 3. وكام من الواي؟ الواي منها 4. نجيب الريشيو، بنقسم ال available على الكوفيشنت. 3 divided 2 يبقى حوالي 1.5. طب ال 4 divided 3 هنلاقي اللي هي حوالي 1.333. فديت اللي هي ايه؟ يعني احنا دلوقتي جبنا الريشيو، مين الاقل؟ هنلاقي إن الاقل عندنا هو مين؟ هو الواي. يبقى بالتالي الواي هو الليميتنج ايجنت. ليه الواي ليميتنج ايجنت؟ علشان 6 مول اوف ات از ريكوايرد ولا 4.5 مول اوف ات از ريكوايرد. في الحالة دي احنا بنيجي نعمل ايه؟ بنقول والله طالما هو بيسألني هو محتاج كام بالظبط، فاحنا نيجي نشوف ان لازم الريشيو الاثنين دولت يكونوا قد بعض. طب الريشيو الاثنين دولت امتى يكونوا قد بعض؟ لو ده كان 1.5. طيب الافيلابل هنا لازم يتغير علشان دوت يبقى 1.5. فهنقول ان ايه؟ هنضرب الكوفيشنت اللي هو 3 تايمز الريشيو. 3 تايمز 1.5 ايكوال 4.5. او ممكن احنا كنا نعملها ايه؟ نمسح ال 4 اللي كانت موجوده هنا ونعمل كروس، فهلاقي ان 3 تايمز 3 ايكوال 9 ديفايدد 2 ايكوال 4.5. يبقى احنا محتاجين 4.5 علشان يكفي ان هو يعمل رياكشن مع
3 مول من ال 2x. طيب هنا بيقول the following chemical equation which represents burning of acetylene gas in oxygen. يعني احنا هنعمل عملية burning للأسيتيلين جاز اللي هو C2H2 في الأكسجين. هو بيقول لي the number of oxygen moles required to burn 104 gram of acetylene according to the balanced chemical equation will be كام. هو عايز يعرف ال number of oxygen ايه moles، يعني النمبر اللي هنا دلوقتي اللي موجود هنا ده. طب احنا دوت كنا بنقول ايه، بنحله عن طريق ايه، الخمس سطور. طب الخمس سطور اللي هما ايه، نكتب 2C2 H2 plus 5O2 هيدينا 4CO2 plus 2H2O. هنقول ان احنا عندنا هنا الكوفيشنت، هنا الافيلابل، هنا الريشيو، هنا الماس، هنا المولر ماس. طيب كوفيشنت هنا ايه 2، ده كام 5، ده كام 4، ده كام 2. هو انا دلوقتي معايا 104 جرام اسيتيدين، يبقى هنا في الاسيتيدين هنا يبقى 104. طب احنا عايزين نجيب الافيلابل، هنعمل ايه، نقسم الماس على المولر ماس. هنقسم ال 104 على المولر ماس، المولر ماس اللي هي كام، دوت ب 24 وال2 يبقى كام 26. طيب ال 26 لما بنعملها تايمز ايه بيدينا ال 104، لما بنعملها تايمز لايه تايمز ل 4. فهي الافيلابل هنا اللي عندنا كام، نمسح ده كده ويبقى الافيلابل عندنا كام 4 هنا. طيب انا عايز اعرف انا محتاج كام في الاكسجين هنا عشان يتفاعلوا مع الفور كلهم. هنعمل هنا كده مقص عادي، فهنلاقي ان ايه اللي حصل، هنضرب 4 تايمز 10، طيب 4 تايمز 5 اللي هي 20، فديت طالما هي 20 هنقسمها على 2 هيبقى انا اللي هي ايه 10، فهتبقى ايه 10 مولز. طيب when 71 grams of sodium sulfate dissolves in water what is the number of ions produced. فكرة السؤال هنا في ثلاث حاجات. أول حاجة إن أنا أحدد النمبر اوف مولز بتاع الصوديوم سلفيت هما كام. تاني حاجة إن أنا أعرف الصوديوم سلفيت ده بيتكون من إيه أصلا. وتالت حاجة إن أنا أركز إن هنا عايز النمبر اوف ايونز، فأنا هعرف أنا إيه الأيونز اللي موجودة عندي. فهنبص عندنا هو بيقول لي 71 grams of sodium sulfate، فإحنا القانون بتاعنا إن النمبر اوف مولز equal الماس على المولر ماس. فاحنا محتاجين نعرف المولر ماس. طب المولر ماس يبقى لازم ان انا اكتبها ده كويس. طب الصوديوم ال Na والسلفيت ال SO4. بس انا عندي هنا في حاجه، الفالنس بتاعت ال Na 1 واحد اهي، والفالنس بتاعت السلفيت 2، فهتبقى Na2SO4. يبقى احنا كده كتبناها، طالما احنا كتبناها كده صح المسألة كده مش هتتحل غلط معانا. طب هنجيب المولر ماس، هنحسب المولر ماس بتاعت ال NaSO4 Na2SO4 هتطلع لنا 142 جرامز. طيب يبقى هنحط هنا كده مكان المولر ماس ايه 142. طيب والماس اللي عندنا اللي هو مديني ان هو كام 70 71. طيب يبقى النمبر اوف مولز عندنا كام هنا، هنلاقي اللي هو هاف، يبقى هاف مول هو اللي موجود عندنا لان Na2SO4. طب هو عايز يعرف عدد الاينز اللي هيحصل يعني اللي هيبقى موجود عندنا. فاحنا في البدايه كده بنقول والله انا عندي الرياكشن كده ان هو dissolves in water فدول هتتحول لاينز. فال Na2SO4 هتتحول وتبقى 2Na بلس SO4 نيجاتيف 2. يبقى دلوقتي احنا عندنا ايه، كتبنا الاينز اللي هتتكون. طب احنا عارفين ان هنا عندنا كام هاف مول، يبقى هيطلع لنا هنا كام طالما الكوفيشنت ده 2، هيطلع لنا ده 1 مول، وهيطلع لنا ده ايه ده هيطلع لنا هاف مول. يبقى كده اللي هو ايه، ان احنا عرفنا اللي هيطلع لنا. طب احنا ال1 مول عارفين ان هو بيكون فيه ايه، بيكون فيه 6.022 تايمز 10 باور 23 ايون. وهنا ال1 مول قصدي بيبقى 6.02 تايمز 10 باور 23 ايون. طب الهاف مول بيبقى ايه 3.011 تايمز 10 باور 23 ايون. فاحنا هنجمع الاثنين على بعض، احنا عايزين نعرف دلوقتي الاثنين على بعض لما هنجمعهم هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا 9.03 تايمز 10 باور 23 ايون. طيب في الفولوينج رياكشن، الرياكشن اللي قدامنا ده if the collected ammonia gas was 75% yield when 80 grams of magnesium nitride are dissolved in water what is the mass of the actual yield. يبقى هو دلوقتي القانون بتاعنا ان percent yield equal ايه الاكتوال على الثيوريتيكال اللي احنا بنحسبه. طيب هو مديني ان البرسنت هنا ب 75% وعايزني اجيب الاكتوال، ومديني ان انا هبدأ هنا ب 80، فهنقوم عاملين ايه خمس سطور برضه. اغلب المسائل او يعني 90% من المسائل بتاعت الاستويكيومتري هنلاقي ان احنا بنستخدم فيها الخمس سطور دول.
6H2O هتتحول تبقى 3MgOH by 2 plus 2NH3 coefficient available ratio mass molar mass. هو هنا مديني الماس بتاعت حاجة واحدة بس من الرياكتنت Mg3N2. طالما مديني الماس الواحدة بتاعت الرياكتنت دوت، يبقى احنا الريشيو مش هنجيبه، مش هنجيب الليميتنج ريشنت، عشان احنا هو مديني ده اللي هنشتغل عليه، فده اللي يهمنا. طب الكوفيشنت هنا 1، هنا 6، هنا 3، هنا 2. الافيلابل هنحسبه من الماس على المولر ماس، فهنقسم ال 80 على المولر ماس بتاعت الام جي 3 ان 2 اللي هتبقى 100 جرام، او 100.1، فهنقول ان هي 100 جرام. فالافيلابل هنا عندنا هيساوي كام؟ هيساوي 0.8 مول. فهو عايز يعرف what is the mass of actual yield، عايز يعرف الماس of actual yield. فهو بيقول دلوقتي ان احنا عندنا الكوليكتد امونيا جاز، يبقى هنركز على مين؟ على الامونيا جاز هنا، هنركز على اللي ده هنا. فاحنا بنقول ان هنا 0.8 مول من ام جي 3 ان 2 هو اللي معانا. فنقوم عاملين ايه؟ هنقوم جايين هنا كده وعاملين كروس هنا. ف 0.8 هنا هتبقى كام؟ هتبقى هنا 1.6 مول. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب الماس، هي اللي عايزين نجيبها. طب الماس ديت عايزين نجيبها، لازم يكون معانا ايه؟ معانا مولر ماس. طب المولر ماس بتاعت ال NH3، ال N ب 14 وال H ب 3، يبقى كام؟ 17. فاحنا هنضرب ال 1.6 ديت تايمز ايه؟ تايمز ال 17. هنلاقي ان الماس اللي طلعت لنا حوالي كام؟ حوالي 20.4 جرام. طيب هنا بيقول لنا in the following unbalanced chemical equation، يبقى balancing the following equation using the smallest possible integers the number of oxygen molecules will be كام؟ الاكسجين molecules هنا هتبقى كام؟ فاحنا هنوزنها. هنقول ان انا عندي KClO3 تتحول تبقى KCl plus ال O2. هلاحظ ان انا عندي الكي موزونه هنا واحد وهنا واحد، والسي ال هنا واحد هنا واحد، الاو هنا 3 وهنا 2. لما بنلاقي الاو في واحده 3 ونلاقي في واحده 2، فبنقوم ضاربين ال 2 تايمز 3، وال 3 ديت تايمز ايه؟ تايمز 2. هنلاقي ان الاو كده موزونه. طب الكي سي ال هنا 2 كي سي ال او 3، وهنا كي سي ال بس، فهنقوم حاطين هنا كده 2، وهتبقى هي كده اتوزنت. يبقى النمبر عندنا بتاع الاكسجين مولز هيبقى كام؟ 3. incorrectly written chemical equation all the following are true except، يعني كل دولت صح ما عدا مين؟ the number of atoms of reactants equal the number of atoms of products. احنا عارفين law of conservation of matter او law of conservation of mass، ان الحاجة اللي داخلة في الرياكتنت لازم تساوي الحاجة اللي طالعة في البرودكت. طيب النمبر اوف اتومز دوت، احنا في المسألة اللي فاتت اهو كنا لسه بنوزن بعدد الاتومز، فديت ايه؟ true، فمش معانا. The coefficients indicate the proportions of reactants and products. الكوفيشنت بتحدد الكميات يعني وقد ايه من دوت مع قد ايه من دوت. يبقى ديت ايه برضو؟ مش هي الانسر. The subscripts represents the proportion of reactants and products. السبسكريبتس اللي هم ايه؟ اللي هو مثلا اللي احنا كنا لسه بنقول Na2SO4. هل دول بيحددوا لي الرقم الصغير اللي بيبقى هنا او الرقم اللي هنا؟ اي سبسكريبت بيبقى موجود عندنا بيحدد لي بروبورشن بتاع الرياكتنتس والبرودكتس؟ لا مش لازم. ليه؟ لان احنا هنا Na2SO4 لما بنشوفها الناحيه التانيه بنلاقي ال 2 ديت، لا بنلاقيها 2، يعني بنلاقيها 2Na بلس SO4. فال 2 ديت مش موجوده اصلا، يعني في حسابات كتيره هنلاقيها مش موجوده. يعني هنقول مثلا عندنا عايزين حاجه فيها سبسكريبتس، ولما بتحول الناحيه التانيه مثلا ادي Na2SO4 بلس Cu، هنلاقيها اتحولت بقت ايه؟ بقت Cu بلس CuSO4 بلس 2 ان ايه. فما فيش سبسكريبتس اصلا هنا غير بتاعت السلفيت ديت لوحدها. هو دوت ما بيحددليش. طب the mass of reactants is equal to the mass of products. ايوه طبعا، طالما النمبر اوف اتومز بتاعت الرياكتنتس هي اللي داخله، هي اللي طالعه، يعني هنا داخل 2 ان ايه وطلع 2 ان ايه، الماس بتاعتهم اكيد هما الاثنين واحد. فالماس هو اللي هو في conservation of mass، ان الرياكتنتس الماس بتاعتها هي الماس بتاعت البرودكتس، يبقى ديت هي مش معانا. والانسر هي ايه؟ هي سي، ان السبسكريبتس مش هي اللي بتفرق في البروبورشن بتاع الرياكتنتس والبرودكتس. طيب the expected products from this reaction will be ايه؟ عايز يعرف البرودكتس اللي هتطلع من هنا. K2CO3 plus 2HNO3. هنبص كده هنلاقي ان ايه الرياكشن دوت. وده اسئله من الاسئله من الرنجات اللي قدام، بس كانت موجوده في امتحانات قديمه فاحنا جايبينها كلها. الرياكشن اللي بيحصل هنا ان طالما في
كي يعني بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، فهلاقي ان دولت ده يعني بدلوا مع بعض، عملوا دبل ريبليسمنت. فهلاقي ان اول حاجه اكيد هتطلع لي مين؟ الكي ان او 3. طب كي 2 ولا كي بس ولا كي ايه؟ ال ان او 3 ده مونوفيلنت اصلا، يعني نيجاتيف واحده، والكي ديت بوزيتيف واحده، والفالنس بتاعته 1 برضه. لكن السي او 3 نيجاتيف 2، والاتش بوزيتيف واحده. فنلاقي ان هي كي ان او 3. طب انا معايا كام؟ معايا 2 كي ومعايا 2 ان او 3، فلاقي ان هي 2 كي ان او 3. ده اول حاجه، يبقى هي يا ايه يا اما سي. البي ديت مش معانا عشان هي مش كي 2 ان او 3، ولا الدي علشان هي مش هتمسك في الاو بس. طيب هنلاقي ان هتبقى عندنا مين؟ هتبقى عندنا السي او 3 والاتش. هل هيعملوا لي H2 CO3 هي موجودة في C أو ال A؟ لا، مش هتعمل H2 CO3. هتعمل إيه؟ هتتفكك. طب هتتفكك عندنا هتبقى إيه؟ والله أنا هنا خدت كل ال N اللي كان يعني ال N اللي كانت موجودة هنا اتاخدت كلها هنا. فبالتالي ال NO2 ديت مش هتبقى موجودة عندي، لأن هي خلاص هي ال N اللي كانت موجودة في الرياكتنت أهي، هي اتنين بس أهم اللي موجودين وهو متاخده هنا. فالانسر ديت الايه غلط، الانسر الصح هي ايه؟ هي السي. علشان ال H2 CO3 اللي هو متبقيين دولت بيطلعوا لي في شكل ايه؟ H2O و CO2. طيب هنبدأ ان احنا نحل دلوقتي اسئله شويه. The properties of chlorine Cl17 are characteristics of كذا. احنا دلوقتي ايه؟ ادي properties of chlorine 17 are characteristics of ايه؟ الكلورين دوت هو ايه؟ neither a metal or non-metal، ولا both a metal or and a non-metal، ولا only a metal ولا only a non-metal. فهنبدأ ان احنا نختار دلوقتي. هنيجي دلوقتي في الجزئيه بتاعت ايه؟ بتاعت الليرنينج اللي بعده، اللي هو التايبز اوف كيميكال رياكشنز. فاحنا في التايبز اوف كيميكال رياكشن بيبقى عندنا 4 انواع رئيسيين، ومن جوه نوع من دول بنلاقي ان هم بينقسموا لحاجات معينه. فعندنا اول نوع هو بيبقى ايه؟ سينثيسيس رياكشن. سينثيسيس رياكشن دوت ان هو بيكون ايه؟ بيكون ان انا بجمع رياكتنت معين مع رياكتنت معين، الاثنين دولت يكونوا لي برودكت واحد. ان انا عندي هنا مثلا element واليمنت، او element وكومباوند، او كومباوند وكومباوند، ويطلع لي هنا كده كومباوند واحد. يبقى طالما البرودكت اللي عندي ده كومباوند واحد، يبقى بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه سينثيسيس رياكشن. طب ولو عكست وجبت كومباوند واحد وخليته يتقسم لحاجتين منفصلين، يبقى ساعتها دوت بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه ديكومبوزيشن رياكشن. وفي الغالب الديكومبوزيشن رياكشن بنلاقي ان احنا بنحتاج معاه يا اما هيت، وساعتها بيبقى اسمه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، يا اما بنحتاج مثلا الترا فايولت ريز، بنحتاج يكون في عامل معين هنا. طيب في عندنا تو رياكشنز بعد كده، واحد اسمه سنجل ريبليسمنت وحاجه واحد اسمه دبل ريبليسمنت. السنجل ريبليسمنت هو عباره عن ايه؟ هو عباره ان احنا بيبقى عندنا element ومعاه ايه؟ ومعاه كومباوند. نجيب الاليمنت والكومباوند دوت نحطهم على بعض، هنلاقي ايه؟ ان الاليمنت اللي احنا حطيناه ده قام نط وقعد مكان واحد من الاليمنتس التانيين. يبقى انا هنا كان عندي الاي والبي والسي، لقيت ان الاي ان البرودكت بقى اي وسي، والبي طلعت لوحدها بره. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى ان الاي عمل ريبليسمنت للبي، الاي هو اللي حل مكان البي. طب ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما الاي يبقى ايه؟ يبقى more active than الايه؟ than البي. ساعتها هو ايه؟ هو بيجي مكانه وبيديني ايه؟ ان الاي سي بلس البي. طب والدبل ريبليسمنت بقى هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان احنا بنجيب ادي عندنا اهو A وB، يجي يبقى عندنا سي ودي، هنلاقي ان هم عملوا سويتش، هنلاقي ان ده مسك في ده وده مسك في ده. فبلاقي ان دوت برضو بيبقى ايه الفكره بتاعته؟ برضو بيبقى عباره عن برضو الاكتيفيتي، مين الاكتيف اللي بيبقى اكتر. فالدبل ريبليسمنت هو ايه؟ هو اللي بيحصل المنظر ده. طيب الدبل ريبليسمنت رياكشن، يعني احنا قبل ما نخش كده هنلاقي ان ايه؟ هنلاقي ان في انواع تانية بقى ما بتعتمدش على ايه اللي بيحصل ما بين الاليمنتس وكومباوند عشوائيين. لا، هنلاقي ان في انواع بتبقى ايه فكرتها؟ فكرتها ان انا عندي مثلا نوع اسمه ايه؟ اسمه بريسيبيتيشن رياكشن. بريسيبيتيشن رياكشن بريسيبيتيشن البريسيبيتيشن رياكشن دوت بيبقى عباره عن ايه؟ شويه. البريسيبيتيشن بيبقى ان احنا بنجيب عندنا مثلا ايون، يعني بنجيب كومباوند وكومباوند، هو دبل ريبليسمنت رياكشن عادي. زي ايه مثلا؟ زي ال NaOH مثلا، زائد ايه؟ زائد ال AlCl3. فاحنا حطينا الرياكشن دوت، وهنخلي ديت هنا كده 3. لان ان دوت قام مدينا برودكت واحد اللي هو ايه؟ مدينا تو برودكتس بالنسبه لنا، واحد منهم اللي هو ايه؟ اللي هو الايه يعني هنكتب كده ال NaCl، ادي NaCl، ودوت 3 منه، زائد ايه؟ زائد ال AlOH باي 3.
لما هنيجي نبص هنا هنلاقي ان ايه، ان احنا في عندنا شويه رولز للسوليبيليتي، ان هي بتقول لنا ايه، ان امتى الحاجه دي بتدوب. بريسيبيتيشن يعني ايه؟ يعني ان هو يديني راسب. راسب يعني ايه؟ يعني ان هو يكون لي حاجه سوليد. يعني هنا الاي ال او اتش 3 دوت لما بعمل الرياكشن ده بلاقي ان هو الاي ال او اتش 3 قام عامل لي سوليد تحت. فمعنى ان انا يبقى عندي سوليد متكون تحت، فده معناه ان هو ايه، ان هو عمل بريسيبيتيشن رياكشن. ان انا حطيت ده بيبقى سوليبل، بيبقى اكويس، ان هو ايه، دايب في الميه وده دايب في الميه. يعني دي حاجه دايبه في الميه وحاجه سوليد. يبقى الرياكشن ده لما بيحصل ده اسمه ايه، ده اسمه دبل ريبليسمنت. ان ده جه مكان ده وحصل الرياكشن ده. ده دبل ريبليسمنت. بس دبل ريبليسمنت نوعه ايه؟ نوع بريسيبيتيشن. يعني ايه نوع بريسيبيتيشن؟ يعني تكون لي سوليد في الاخر. طب هو ايه الشروط اللي تخلي الحاجات دي انها تكون لي سوليد؟ احنا دلوقتي هنعرف ان احنا عندنا شروط رئيسيه، زي ان ايه، زي ان اي حاجه من ال 1A جروب، يعني اي حاجه من 1A جروب، يعني اي حاجه فيها Na، او اي حاجه فيها K، او اي حاجه فيها Li، او اي حاجه من الحاجات دي بتبقى ايه، بتبقى سوليبل. طب مين تاني بيبقى سوليبل؟ اي حاجه فيها ال NO3. اي حاجه فيها النيتريت جروب بيبقى فيها ايه، ديت بتبقى ايه برضو، بتبقى سوليبل. زي مثلا Na NO3، ده بيكون سوليبل. سيبنا من ال Na، عايزين AlNO3 باي 3 هيبقى ايه برضو، هيبقى سوليبل. طب عايزين نشوف بقى حاجات بقى بتبقى insoluble. حاجات insoluble زي مين؟ يعني احنا نخلي عندنا ايه، يعني معلومات رئيسيه، ان اي حاجه فيها ومعاهم ال NH4 بلس، اي حاجه من بالنسبه بيبقوا سوليبل. يبقى لما نلاقي موجودين في اي كومباوند، يبقى الكومباوند دوت بيبقى سوليبل. يبقى ديت عندنا الفيرست رول، هنسمي ديت ان هي ايه، رول نمبر 1. طيب الحاجات الانسوليبل زي ايه؟ زي لما بنقول مثلا الاو اتش نيجاتيف. اي حاجه بيبقى فيها او اتش نيجاتيف ما عدا اللي بيكون فيها ال 1 a جروب، بنلاقي ان هو ايه، بنلاقي ان هو بيبقى insoluble. طيب insoluble ما عدا، يعني انسوليبل مع، يعني الاو اتش ما عدا وحاجات كمان هنقول ان هي برضو عندها اكسبشن. زي مع ايه، زي حاجه الكالسيوم برضو بتبقى في الحاله ديت ايه، سوليبل. يبقى اللي بين قوسين اللي هو ايه، اكسبشن. يعني سي اي او اتش بيبقى سوليبل مش انسوليبل. طب زي ايه مثلا؟ عندنا ايه، عندنا حاجات انسوليبل زي مين؟ هنيجي في السوليبل وهنقول ان احنا عندنا ان الكلورايدز، او اللي هي الهالوجنز، بيبقوا سوليبل. بس الاكسبشن بتاعهم لما هم يكونوا مع ايه، يكونوا مع حاجه زي الاي جي بلس، او حاجه زي البي بي بلس، او حاجه زي السي يو، او حاجه زي ايه، زي الاتش جي. دولت بيبقوا ايه في الحاله دي، بيبقوا insoluble. ان هم يبقوا في الحاله دي بيبقوا ايه، بيبقوا انسوليبل. بين قوسين اللي هو بيبقى انسوليبل. يبقى احنا نركز ان اي حاجه بيكون فيها اي جي، او اتش جي، او بي بي، ويتفقوا مع حاجه زي السي ال، او زي السلفيت، او زي الكربونيت مثلا، ساعتها دولت بيبقوا ايه، يعني الكربونيت هنا دي بتبقى انسوليبل تماما، يعني مع الحاجات اللي هي بتبقى ايه، ما عدا رول نمبر 1. يعني هنا كده رول نمبر 1، ودوت سي اي، ورول نمبر 1 اللي هي ايه، الحاجات ديت كلها اللي على الشمال دي، والبي او 4 ما عدا برضو الرول نمبر 1. يبقى احنا دلوقتي ايه، عندنا كل الحاجات ديت. يبقى احنا نركز ان احنا الحاجات اللي بيكون فيها لعب السي ال والاس او 4 هو لو اداني حاجه من بيبقى ساعتها انسوليبل. طيب يبقى عندنا في رياكشن تاني، بيبقى اسمه ايه، بيبقى اسمه ريدوكس رياكشن، احنا هنعرفه بعد شويه. طيب بيبقى عندنا ايه تاني غير الريدوكس؟ بيبقى عندنا حاجه اسمها نيوتراليزيشن رياكشن. النيوتراليزيشن رياكشن هو ايه، هو التمبلت بتاعه معروف كده. بيكون عندي حاجه اسيد. حاجه اسيد يعني ايه، يعني حاجه اولها اتش كده، اتش سي ال مثلا. زي دي زي حاجه بيز. بيز يعني ايه، يعني حاجه فيها او اتش، يبقى ان اي او اتش. لو حطيت الرياكشن الاثنين على بعض، هلاقي ان هو عمل لي كده، كون لي ان اي سي ال بلس مين، بلس اتش 2 او. يبقى ان هو احط اسيد على بيز، يعني ده كده اسيد زائد بيز، ويديني هنا كده ملح سولت ووتر. اعرف ان هو اسمه ايه، اسمه نيوتراليزيشن رياكشن على طول كده. هو ايه، هو دبل ريبليسمنت، بس مع ذلك هو ايه، هو نيوتراليزيشن رياكشن. طيب هنبص في الاسئله ديت شويه. هنا بيقول لنا ايه، بيقول لنا ان الرياكشن اللي قدامنا ماشي. الرياكشن اللي قدامنا يعتبر ايه؟ هبص انا دلوقتي كل واحده من دولت اتوم مختلفه. هنا كان اللي هو ابيض وفيه نقط، وهنا اللي هو الغالبيه شكله اللي هو تحس ان هو مظلم شويه، اسود تماما، ابيض. لقيت ان انا هنا ايه، بقى ابيض مع اللي هو الابيض المنقط، والاسود بقى مع الاسود الغامق. يبقى ايه اللي حصل، ان انا كان عندي عملوا سويتشات مع بعض. الابيض ده عمل سويتش مع مين، عمل سويتش مع الغامق ده. يبقى طالما حاجتين بيبدلوا مع بعض، يبقى بيبقى اسمه ايه، دبل سبستيتيوشن او ريبليسمنت رياكشن. طيب هنا دلوقتي ان احنا بيبقى عندنا عباره عن ايه، 2H2O ده
كومباوند كامل لوحده اتقسم بقى O2 و2H2O، وهنا في عامل معين اهو، ده كاتاليست اهو موجود. طالما احنا عندنا ان هو كان كومباوند رئيسي واتقسم لاثنين، يبقى ساعتها دوت بيكون ايه؟ ديكومبوزيشن رياكشن. هنبص مين في دول ديكومبوزيشن؟ اهو it is considered as a decomposition reaction where H2O decomposes into smaller molecules. طيب هنيجي هنا ونلاقي ان احنا عندنا ايه؟ هنتكلم على حاجات البوند تايبس. البوند تايبس احنا يعني هنا في الجزئيه ديت عشان نفهم، احنا عندنا نوعين من الموليكيولار فورسز، نوعين من الفورسز اللي بتبقى موجوده ما بين الموليكيولز وما بين الاتومز والكيميكال بوندز عموما. نوع بيبقى اسمه ايه؟ نوع بيبقى اسمه انتر موليكيولار، ونوع بيبقى اسمه ايه؟ نوع بيبقى اسمه انترا موليكولار. احنا اللي علينا دلوقتي اللي هو ايه؟ الانترا موليكولار، اللي هي الفورسز اللي بتبقى ما بيننا موجوده ما بين، هنا عندنا ده مجموعه اتومز مثلا عاملين لي كومباوند دولت موليكيول وموليكيول تانية جنبها، فده ايه؟ ده هي الانترا موليكيولار. لكن الانتر موليكولار هي اللي بتكون ايه؟ يعني لا سوري، هي هنا العكس، يعني الانترا موليكيولار، يعني احنا هنرجع كده. الانترا موليكيولر هي اللي بتكون ايه؟ هي اللي بتكون جوه خالص. انترا يعني جوه خالص، جوه خالص يعني ايه؟ يعني البوند ما بين ادي عندنا اتوم وادي عندنا اتوم، البوند اللي في النص ديت بتبقى ايه؟ البوند اللي في النص ديت مثلا ان هي بتكون ايه؟ ان هي بتكون مثلا ايونيك، ان هي بتكون كوفيلنت، اي بولار كوفيلنت او نون بولار كوفيلنت. لكن الانتر موليكيولر ان احنا بنجيب عندنا دي كده كومباوند مع كومباوند، يعني موليكيول مع موليكيول، الفورسز اللي بتبقى ما بينهم ان هي ايه؟ مفيش حاجه بتبقى ماسكه في بعضها، يعني مفيش حاجه دايركت زي اللي تحتنا هنا، هي بتكون ايه؟ فورسز معينه. طب احنا هنبدا نحددها دلوقتي. في الاول احنا عايزين نفتكر البوند تايبس. احنا بيبقى عندنا حاجه ايونيك وحاجه بولار كوفيلنت وحاجه نون بولار كوفيلنت. بولار كوفيلنت يعني بلاقي ان الالكترونز متركزين في جزئيه معينه، فهنا متركزين ناحيه السي ال. ده بسبب ايه؟ بسبب الالكترونيجاتيفيتي بتاعت السي ال اعلى. يبقى الحاجه اللي بتخلي الكومباوند ده بولار كوفالنت هو يا اما ان بيبقى فيه لون بيرز اوف الكترونز متركزين في ناحيه معينه من الموليكيول، يا اما ان بيكون الكترونيجاتيفيتي ديفرنس ان انا بحسبها بلاقي ان هو ايه؟ ان احنا عندنا لو من الزيرو لحد 0.4 فدي بتبقى ايه؟ دي بتبقى اللي هي نون بولار، ومن ال 0.4 لحد ال 2 دي بتبقى ايه؟ بتبقى بولار كوفالنت، ومن ال 2 لحد ال 3.3 او اللي هي لو ايا كانت يعني بتبقى ايه؟ بتبقى عندنا ايونيك. طيب جوه بقى اللي هو الانتر موليكولار فورسز بتبقى ايه؟ بيبقى عندنا اول حاجه انواع معينه كده كتيره. اول حاجه احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ دايبول. دايبول يعني ايه؟ دايبول يعني حاجه بولر. حاجه بولر يعني ايه؟ يعني دايبول يعني عندها حاجه، يعني عندها بولاريتي. يعني ايه ده؟ يعني ايه عندها بولاريتي؟ يعني الالكترونز متركزين في جزئيه معينه. يبقى الدايبول هو ان الالكترونز بتركز في جزئيه معينه. ايون دايبول ايه؟ يعني بنجيب ايون لو هي بوزيتيف ايون كده، هلاقي ان الدايبول اللي جنبها دوت قام عامل ايه؟ قامت الجزئيه اللي فيها الكترونز اكتر مشيت ناحيه البوزيتيف وتشد. عشان ايه؟ عشان نعرف كده ان اي حاجه، ان التشارجز البوزيتيف مع البوزيتيف بيعملوا ريبل، بيبداوا ان هم يتحركوا بعاد عن بعض. لكن البوزيتيف والنيجاتيف بيبداوا ان هم ايه؟ ان هم يقربوا لبعض. والنيجاتيف للنيجاتيف زيها زي ايه؟ زيها زي البوزيتيف والبوزيتيف. يبقى الشارجز اللي زي بعض بيبداوا ان هم ينفروا عن بعض، لكن اللي عكس بعض بيبداوا ان هم يقربوا لبعض. طيب يبقى عندنا دولت مترتبين كده حسب من الاقوى للاضعف. فعندنا بعد كده بقى الاقوى اللي بعد الاين دايبول حاجه اسمها اتش بوند، هيدروجين بوند. هيدروجين بوند ديت هي بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عندنا ان اتش في اتوم معينه في موليكيول معينه بتبدا ان هي تمسك في ايه؟ تمسك عندنا في حاجه بتبقى سواء ان هي نيتروجين او الاو او الاف. يبقى الاتش عندنا لما بتمسك في الان او ان هي تمسك في الاو او ان هي تمسك في الاف دوت بيدينا حاجه اسمها هيدروجين بوند، وهي تعتبر تاني اقوى انترموليكولار فورسز بعد الايون دايبول. بيبقى عندنا ايه بعد كده؟ حاجه دايبول دايبول. دايبول ديت بتحصل امتى؟ بتحصل ما بين لما يكون عندنا ان هي بتبقى بولار كوفيلنت بوند، بولار كوفيلنت كومباوند. البولار كوفيلنت كومباوند دوت بيبقى ايه؟ البولار كوفالنت دوت ان هو بيكون بالنسبه لنا ايه؟ ان هو عندنا دايبول ودايبول، دول بيبداوا ان هم يتحدوا ببعض. الجزئيه اللي بيبقى فيها الكترونز اكتر اللي هي بتبقى بارشلي في الحته دي نيجاتيف، يعني هي مش نيجاتيف تماما. نيجاتيف تماما زي ايه؟ زي مثلا زي السي ال نيجاتيف، ان ده ايه ده؟ ان ده ايون نيجاتيف تماما. لا احنا هنا بتبقى ايه بالنسبه لنا؟ ان هي تبقى الالكترونز متركزه هنا اكتر شويه، مع ايه؟ مع الجزئيه اللي هي بتبقى بارشلي بوزيتيف من ايه؟ من الدايبول التاني. يعني هما الاثنين نفس الموليكيول، ده اي سي ال وده اي سي ال. بنلاقي ان الايه؟ ان السي ال ده الكترونيجاتيفيتي بتاعته اعلى من الاي، فده معناه ان هو الالكترونز عنده هتتركز اكتر، والاي هنا اقل، يبقى هو الالكترونز هتركز عند مين؟ عند السي ال. يبقى الجزئيه ديت هي بوزيتيف والجزئيه ديت هي النيجاتيف. طيب الايون انديوسد دايبول يعني ايه؟ يعني بيبقى عندنا ايون وانديوسد دايبول يعني ايه؟ يعني هي حاجه ما بتبقاش بطبيعتها دايبول، ولكن لما بحطها جنب ايون او جنب حاجه دايبول بتبدا ان هي تستحسها ان هي تعمل دايبول. تستحسها ان هي تعمل دايبول يعني ايه؟ يعني حاجه مثلا زي الاكسجين. الاكسجين دلوقتي ان الاو
او يعني الاكسجين موليكيول ان هو عباره عن اتنين اكسجين. اتنين اكسجين الالكترونز متوزعين في ايه، في نواحي متساويه، هنا في اربعه وهنا في اربعه. لما جيت حطيت جنبها حاجه بوزيتيف زي الاف اي 2 بلس، هلاقي ان الالكترونز بداوا ان هم ايه، ان الالكترونز بدات ان هي تمشي من هنا. يعني هنا فضل اتنين وهنا جه اتنين، فبقت الجزئيه ديت ان هي عندها الكترونز اكتر. فهي ايه، هي في طبيعتها اصلا مش دايبول، ولكن بقت انديوسد دايبول، يعني استحثت على كده. طب دايبول انديوسد دايبول يعني زيها زي ديت زي البوزيتيف، بس هنا ديت بتبقى ايه، بتبقى عندنا ان هي عندنا ادي بوزيتيف، هي بطبيعتها اصلا ان هي إيه هنا سوري دوت بيبقى ايه، بيبقى نيجاتيف، ودوت عندنا بوزيتيف. وهلاقي ان هي ايه، قامت استحست موليكيول تانية هي بطبيعتها مش دايبول، وقامت خلتها ان هي تبقى دايبول. طيب الديسبيرجن فورس بقى اللي هي اقوى اضعف حاجه اللي هي لندن ديسبيرجن فورس، دي بتبقى ايه، دي بتبقى ان هي حاجه اتنين مش دايبول اصلا، ولكن واحده منهم كده مره واحده بقت ايه، يعني spontaneous instantaneous dipole. يعني ايه instantaneous dipole؟ instantaneous dipole يعني ايه، هي فجأة كده في لحظة، يعني ما تعرفش ايه اللي حصل كده مرة واحدة، لقينا ان ايه، لقينا ان هي قامت الالكترونز وهي بتلف حوالين الاتومز، لقينا ان الالكترونز بدل ما هم يكونوا متوزعين بالتساوي، لقينا ان الالكترونز بقوا على الجنب ده اكتر. هي بطبيعتها يعني مفيش حاجة خلتها تعمل كده، هي لوحدها كده مرة واحدة instantaneous dipole، لقينا الالكترونز جم على الناحية دي اكتر. وسبحان الله في واحده جنبها كده اف اف برضو، لقيت ان الالكترونز هنا اكتر، فهنا بقت ايه ديت، قامت الالكترونز بدات ان هي تهرب للناحيه الثانيه، وديت الجزء ده بقى بارشلي بوزيتيف وده بارشلي نيجاتيف. يوم الاثنين قاموا عاملين ايه، يوم قاموا الاثنين بقوا كده بالمنظر ده، ان هو عملوا عندنا كانهم دايبول دايبول، ولكن هم ايه، هم ولا واحده منهم اصلا دايبول. ده اللندن ديسبرجن فورس، هي الحاجه اللي بتبقى موجوده ما بين كل الايه النون بولار كوفيلنت بوند، يعني الحاجه اللي هي بتبقى نون بولار كوفيلنت موليكيول دي بتبقى ايه، بتتصل ببعض عن طريق الديسبرجن فورس. طيب in which of the following compounds the molecules will not form hydrogen bond with each other؟ يعني مين من دولت مش هيعمل هيدروجين بوند؟ قلنا الهيدروجين بوند يبقى لازم ان عندنا الاتش في موليكيول تمسك في الاف او في الان او في الاو. هنا عندنا الاتش موجوده فين؟ لينا دعوه بالاتش اللي هي بتبقى الفردانيه الاخيره دي. الاتش ديت هتمسك في مين؟ الاتش ديت لو هي موجوده الكومباوند دي، جبنا الكومباوند ده جبنا اخوه، ولقينا ان ايه، قامت الاكسجينيه اللي هنا ديت مسكت في اتش، او الاتش ديت مسكت في او، وهلاقي ان بالمنظر ده حصل ان الاتش ديت بدات تمسك في او، لان الاتش هنا الاو هنا بدات إن هي تمسك في اتش عادي جدا. طب هاجي ابص هنا، هنا عندنا سي اتش 3، لقيت ان انا عندي في او لوحدها. الاو لوحدها دي هل هي هتمسك في اي اتش من دولت؟ لا، الاتش اللي هي بتبقى جنب السي ديت بتبقى اساسيه في الموليكيول بالنسبه لنا. يبقى لما نيجي نشوف هي هتعمل رياكشن يعني هل هي هتمسك في حاجه ولا لا، هنلاقي ان ديت لا، ديت هي مش هتعمل هيدروجين بوند. لكن لما نيجي نشوف مثلا هنا ده عندنا ان او اتش، لازم ان يكون الموليكيول عشان تعمل هيدروجين بوند يكون عندها الاتش وحاجه من دولت. طب هنا الاتش والان، هلاقي ان الاتش ديت بدات تمسك في ان من موليكيول ثانيه، والان ديت بدات انها تمسك في اتش من موليكيول ثانيه، ونفضل ماشيين بالنظام ده. طب هنا او اتش، هلاقي ان الاتش ديت بدات تمسك في موليكيول، يعني هلاقي ان هي ايه، بقت كده مثلا، يعني عشان نبقى فاهمين الصوره ماشيه ازاي. فدي موليكيول تانية زي دي بالظبط، الاتش اللي هنا بدات تمسك في الاو، والاو اللي هنا ديت مسكت في موليكيول تانية هي ايه، هي اخر واحده فيها الاتش، وبدات ان هي تبقى بالمنظر ده كده. فطول ما انا عندي ايه، طول ما انا عندي اتنين يعني الاتش وحاجه من دولت يبقى هتعمل لي هيدروجين بوند. لكن لو عندي واحده بس منهم، لو عندي اتشات بس هلاقي ان هي مش هتعمل، لو عندي اوهات بس هلاقي ان هي مش هتعمل. يبقى انا لازم يكون عندي الاثنين، يبقى البي هي الانسر. طيب هنا the chemical bond which may be found between the molecule of dichloromethane، البوند اللي بتبقى موجودة هنا دلوقتي ما بين الموليكيول دي وموليكيول تانية زيها، هل دلوقتي هي هتبقى دايبول دايبول؟ هل ديت بتبقى عندنا، هل ديت دايبول؟ يعني انا لما هنيجي نبص دلوقتي هنبدا ان احنا نستبعد الاول. احنا قلنا ان الهيدروجين بوند دلوقتي بيبقى عباره عن ايه، ان الهيدروجين بوند ان هي ايه، ان الاتش تمسك في اما او يا اما ان يا اما اف، هل واحده من دولت موجودين في الكومباوند؟ لا، يبقى انا الهيدروجين بوند هستبعدها، يبقى انا اللي فيها هيدروجين بوند ديت كده او لا مع السلامه. طيب هبدا ابص دلوقتي السي سي ال دلوقتي، لو انا جبت موليكيول وحبت ان هي الاتش تمسك في حاجه، فالاتش هتمسك في مين مثلا؟ الاتش هتلاقي يعني لو موليكيول ان هي مش هتمسك فيها، يعني جبت موليكيول تانية جنبها كده، هلاقي ان ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان لو السي ال ديت بدات ان هي تمسك في ايه، يعني لو جينا نقول هنا كده السي ال ديت بدات ان هي تمسك في واحده من السي ال اللي جنبها، يعني بدات ان السي ال ديت تمسك في السي ال في ديت من موليكيول تانية، يعني هي هتبقى عامله كده، يعني ادي سي ال وادي سي ال وادي اتش وادي اتش.
هلاقي ان هي ايه كده، ان في اللحظه ديت هي عملت لي ايه، عملت لي طالما سي ال وسي ال الاثنين نفس الحاجه، يبقى بالتالي هم هيكون بالنسبه لنا ايه، بالنسبه لي هنلاقي ان هي ايه، ان هي مش هتبقى ماشيه بالطريقه اللي احنا عايزينها، يعني هتبقى ايه، هتبقى بالنسبه لنا ايه، هتبقى لندن ديسبرجن فورس. ولكن لما هنيجي نبص مثلا ان ايه، ان احنا عايزين نحدد بقى دلوقتي هي الموليكيول كلها ديت مين منهم دلوقتي، يعني ديت لو جينا مثلا قلنا ان السي ال هتمسك في الاتش بتاعت ايه، بتاعت موليكيول تانيه، فالسيل ايه اللي ديت لما تمسك في اتش بتاعت موليكيول تانية، ساعتها ديت هتبقى ايه بالنسبه لنا، هيبقى في بولاريتي في الموضوع، الجنب بتاع الاتش ده هو اللي هيبقى بارشلي بوزيتيف، والجنب بتاع الكورن ده هو اللي هيبقى بارشلي نيجاتيف. فساعتها بنقول ايه، ساعتها بنقول ان احنا في الحاله ديت ان هو هيعمل لنا ايه، هيعمل لنا دايبول. ففي الحاله ديت هي كده عملت لنا دايبول، يبقى احنا بالمنظر دوت هو ايه، هي بتبقى دايبول فورس، دايبول دايبول ولندن ديسبرجن فورس، اللي هي الانسر ايه. طيب هنا the arrangement of the following molecules according to their boiling point. ايه فكره البويلنج بوينت؟ فكره البويلنج بوينت ان البويلنج بوينت بتزيد في دايركت ريليشن شيب مع ايه، مع السترينث بتاعت البوند. واحنا قلنا ان السترينث بتاعت البوند هي ايه، اللي بتبقى الاين هي اللي بتبقى اعلى واحده، بعد كده الهيدروجين بوند، بعد كده الدايبول دايبول، بعد كده ايه اللندن ديسبرجن فورس. فاحنا بنحدد دلوقتي اول حاجه بنركز عليها هي ايه، هي البوند تايب. طب اللي يبقى الفورسز اللي بتبقى موجوده هي اول حاجه نبص عليها، لقينا ان كلهم نفس الفورس، ساعتها بنلجأ لايه، ساعتها يبقى اول حاجه هي السترينث، تاني حاجه هي ايه، تاني حاجه هي المولر ماس، ان اللي بتبقى اكبر هي اللي بتبقى ايه، هي اللي بتبقى عندها البويلنج بوينت بتاعتها اعلى. فهنبدا نحدد من دولت كده كلهم، هل من دولت فيهم حاجه نبدا ندور على البوند بتاعتهم. فعندنا CH3O و CH3، هل ديت فيها هيدروجين بوند او ايون بوند؟ ايون يبقى لازم ان احنا يبقى عندنا حاجه ميتال ايون. هل في هنا ميتال ايون؟ لا. طب هل هنا في هيدروجين؟ دي عندنا في او اهي، بس هل في اتش لوحدها فردانيه تقدر ان هي تمسك فيها؟ لا بالنسبه لنا، فديت يعتبر ايه، ما فيهاش هيدروجين بوند. طب هنا عندنا او اتش، اول ما الاقي او اتش اعرف ان ديت ايه، اعرف ان ديت هتعمل لي هيدروجين بوند، يبقى ديت هي ايه، هيدروجين بوند. طب هنا في او اتش؟ لا. يبقى الاو اتش بالنسبه لنا دلوقتي هي اللي بتبقى ايه، هي اللي بتبقى اكتر واحده، هي ايه، هي بويلنج بوينت بتاعتها عاليه. يبقى احنا هنبدا ان احنا نشوف ايه، ان ادي او اتش وادي او اتش دوت هم اللي موجودين، هم اللي عاليين. يبقى دلوقتي ايه، يا اما الاي يا اما البي. طب انا هختار مين دلوقتي؟ انا عندي هنا سي اتش 3 او، وهنا سي اتش 3، وهنا سي اتش 3، سي اتش 2، سي اتش 3. هبدا دلوقتي ان انا لما اجي اختار هختار مين، هختار دلوقتي هبص على ان احنا قلنا بنشوف ايه، المولار ماس. المولار ماس بتاعت الاكسجين إيه؟ هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3. يبقى الفرق دلوقتي ما بين السي اتش 2 والاكسجين، الاكسجين بكام، ب 16، والسي بكام، ب 12، والاتش 2 بكام، ب 2. يبقى كده التوتال كام، التوتال 14. يبقى كده مين اللي بتبقى الاعلى، يبقى كده اللي هنا اللي هي سي اتش 3 او سي اتش 3 دي هي اللي بتبقى الاكبر. يبقى كده هنختار مين للتشويس الايه، اللي البويلنج بتاعتها اكبر واحده الاو اتش، بعد كده اللي فيها الاكسجين، بعد كده اللي فيها السي او سي اتش 3. طب نيتروجين جاز become a liquid at low temperature primarily because of ايه؟ النيتروجين جاز بيبقى ليكويد في اللو تمبريتشر، يعني في التمبريتشر اللي بتبقى الواطيه، يعني احنا عندنا كده التمبريتشر الواطيه ديت معناها ان هي ايه، ان الحاجه ديت المفروض ان هي تبقى مثلا تبقى سوليد. فهو ليه بيبقى ليكويد دوت، بيبقى ليكويد بيبقى بسبب ايه، بسبب ان احنا نبص كده ان احنا عندنا كل ما الحاجه تبقى ايه، تبقى ستيبل اكتر، ستيبل اكتر يعني تبقى ايه، كل ما تبقى سترونج اكتر، ساعتها بنلاقي ان هي ايه، ان هي تبقى قريبه لبعض بطريقه اكبر. يعني ده معناها ان هي ايه، لما بتيجي تغلي بتعمل ايه، بتبقى عند درجة حرارة عالية، ولما بتيجي ان هي تتجمد بتبقى ايه، ان درجة الحرارة بتاعتها مش لازم ان هي توطى قوي، يعني هي اصلا هي كده كده الموليكيولز قريبة لبعض، ان الحاجة تتحول تبقى سوليد مثلا، ده معناها ان هي ايه، ده معناها ان الموليكيولز بيقربوا لبعض جامد، فهم اصلا قريبين لبعض. يبقى هي كده مش محتاجة ان درجة الحرارة تبقى ايه، تبقى واطية جامد، يعني بدل ما هي تبقى مثلا عند الزيرو، اللي هي تبقى ديت تبقى مثلا عند التين مثلا، يعني يبقى يعني ك اكزامبل دوت، لو هي مثلا لو هي البوند بتاعتها قويه. لكن لو جينا مثلا نشوف ايه، لو جينا نشوف حاجه البوند بتاعتها ضعيفه زي ايه، زي اللندن ديسبرجن فورس، هنلاقي ان هي بتغلي عند درجه حراره مش عاليه قوي، وهنلاقي ان هي بتتجمد لازم ان هي تنزل لدرجه حراره واطيه قوي. يبقى ده معناها ان هي ايه، يبقى هي يعني هنا مثلا دوت بيبقى ايه، ديت في حاله السوليد اهو، يعني اللي هو الناحيه ديت المفروض ان هي تبقى ايه في درجه حراره ديت اللو، فهي السترونج اللي هي الحاجه مثلا دوت الهيدروجين بوند بنلاقي ان هو سوليد. ولكن لو جينا نشوف الليكويد هنلاقي ان هو بيغلي عند درجه حراره ايه، هي بتكون اوطى، وعلشان هو كده كده اصلا الموليكيولز يعتبروا بعاد عن بعض، فهو مش محتاج انرجي كبيره عشان هم يتحولوا لجاز ويبعدوا جدا عن بعض. ولاقي ان هو في السوليد هنا هو محتاج
ان هو درجه الحراره تبقى واطيه جدا عشان يبداوا ان هم يقربوا لبعض. فده معناه ايه؟ ان هو لو هي لندن ديسبرجن فورس، فهي هنا بتبقى ايه في حاله السوليد. طب وهي اللو تمبريتشر اللي هي ايه، اللي هي اللي هي زي التن مثلا، او هنقول ان هي مثلا عندنا هنا كده زيرو، يعني خليها كده زيرو، ونقول ان احنا عندنا مثلا مثال على ال H2O ومثال على ال N2. ال H2O دوت هو ايه في الزيرو بيبقى سوليد، ليه؟ عشان هو بيديني بولار بوند، وبيديني ان هو ايه، بيديني اللي هو هيدروجين بوند بتبقى موجوده. لكن عندنا ال N2 دوت بيبقى بالنسبه لنا ان هو ايه، ال N2 دوت ما عندوش بولار بوند ولا هيدروجين بوند، فبيفضل في حاله ايه، في حاله الليكويد. ليه؟ علشان هو لندن ديسبرجن فورس. يبقى الانسر هنا ايه؟ بسبب ان ال N2 الفورسز اللي ما بينها هي ايه، لندن ديسبرجن فورس. طب which of the following molecules is non-polar؟ مين من دولت non-polar؟ لما يكون مديني الاختيارات ديت كلها وما يدينيش الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس عشان اعرف مين منهم نون بولر، نبدا ان احنا نوزعهم، نعمل لهم لوس ستراكشر ونشوف هم عندهم لون بيرز ولا لا. فال H2O، ال H2O ديت لما تترسم هنلاقي ان هي كده، يعني هرسمهم هنا كده، ال H2O بنلاقي ان هي مرسومه كده، ادي ال H وادي ال H، وبنلاقي ان الاكسجين عندها اتنين لون بيرز. فطالما في لون بيرز كده ده معناه ان هي عندها ايه، عندها دايبول، يبقى هي ايه، يبقى هي بولر، يبقى ال H2O ديت بره. طيب ال NH3 تبقى ال N في النص، وادي H وادي H وادي H. بنلاقي ان احنا بعد ما نرسم بنلاقي ان في لون بير كده من ايه، من الالكترونز الموجوده على النيتروجين. طالما في لون بير يبقى في الحاله دي هي ايه، هي بتبقى بولر. هنا دلوقتي جاي قدامنا ايه، قدامنا السي او وهنا السي او 2. السي او دلوقتي لما نيجي نعمل لها لوس ستراكشر بنلاقي ان هي ايه، ان البوند اللي بتبقى موجوده ما بينهم هي ايه، هي عباره عن تريبل بوند، وكل واحده بتاخد ايه، بتاخد لون بيرو في الكترون. طب انا كده الالكترونز اللي موجوده على اليمين زي الشمال، يبقى انا كده ما عنديش دايبول. دايبول يعني ايه؟ يعني يبقى في اتجاه لناحيه ايه، الاكتر الكترونز، لان ديت زيها زي ديت. طب احنا في الحاله ديت بنيجي نعمل ايه؟ بنقول لا، انا طالما في الحاله ديت انا اكيد في واحده منهم بتبقى مستحوذه على، يعني التشارج بتاعتها بتبقى نيجاتيف اكتر من الثانيه. طب ديت بنعرفها ازاي؟ من الالكترونيجاتيفيتي تيبل. طيب احنا هنا يعني حاجه زي ديت نعرفها ان ايه، السي او 2 دوت بيبقى ايه، دايما نون بولر. احنا هنا لما هنحسب الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس بنلاقي ان السي او ديت برضو بيدينا ان هي جوه ايه، جوه نطاق البولر، يبقى هي ايه، هي سي او غلط. طب السي او 2 دلوقتي انا هقول ان ادي عندنا ادي السي، وادي عندنا هنا كده دوت الاو. لما بتيجي نرسمها نلاقي ان دوت عندها 2 لون بيرز و2 لون بيرز. فهنا نفس الفورس اللي هي هتبقى ماشيه كده ناحيه الاو اللي احنا عملناها، اللي سميناها ان عشان كده هي بولر، عشان الاو الكترونيكتيفيتي ديفرنس بتاعتها اعلى من السي، هي نفس اللي هتروح الناحيه الثانيه. فطالما الاثنين دولت ايكوال، فالاثنين بيطيروا بعض، يعني ديت هتطير ديت، وهيبقى في الحاله ديت ان احنا ما عندناش ايه، ما عندناش لا دايبول ولا عندنا بولر. يبقى هي ايه، هي عشان كده السي او 2 هي اللي بتبقى ايه، هي بتبقى نون بولر. طيب احنا افتكرنا لويس ستراكشر هي ايه، ان احنا بنرسم الاتوم عندنا من ناحيه ايه، من ناحيه الالكترونز توزيعها ازاي، وعلى بناء عليها بنبدا ان احنا نعرف الموليكيولار شيب بتاعها في الفيسبر سيري. طب الموليكيولار شيب دلوقتي احنا عندنا ايه، بيبقى عندنا حاجتين، في حاجه اسمها موليكيولار شيب وحاجه اسمها الكترون جيومتري. احنا بنعملها ازاي؟ بمجرد ما بنرسم اللوس ستراكشر بنبدا ان احنا نعرفها. فاحنا دلوقتي هنحفظها. لو احنا عندنا ما عندناش اي لون بيرز، يعني هنتكلم دلوقتي في الحاجات اللي احنا ما عندناش اي لون بيرز ونبدا ان احنا نفكر. لو عندنا مثلا ادي عندنا اتوم، وعندنا هنا كده ماسكه في حاجه، وادي عندنا هنا كده اتوم. لو ما فيش اي لون بيرز هنا يبقى في الحاله ديت بتبقى ايه، بتبقى هي ايه، لينير. يعني هنا ديت بتبقى ايه كده، بتبقى لينير. طيب ولو عندنا لون بير ان هو موجود هنا كده، هي سواء اذا كان واحد او اتنين، فبنلاقي ان هو ايه، قام اتنى شويه. يعني هنلاقي ان هو اتنى شويه، وهلاقي ان ايه، ان الاتش هنا كده بقت موجوده في الحته دي، وديت موجوده في الحته ديت، وقدامي ان هو ايه، بقى اسمه بنت، ان هو ايه، متني. يبقى احنا ايه، بنحدد بناء عليه. طب ليه؟ ده بسبب ان انا ايه، اللون بير بعتبره ان هو بوند، فده معناه ان انا عندي بوند هنا وبوند هنا. فانا ما ينفعش ان انا ايه، افضل بالمنظر ده. يعني ما ينفعش ان انا افضل كده ويبقى في بوند كده، لا، لازم ان هم يكونوا واخدين نفس الانجلز بعاد عن بعض بنفس الانجل. يبقى احنا هنا ايه، هنلاقي ان هي دوت لينير وده شكل البنت. طب ولو انا عندي دلوقتي بالمنظر ده، ان انا عندي كده ده ثلاثة، يعني هنا كده ثلاثة بوند، ثلاثة اتومز اللي موجودين، ادي اتوم وادي اتوم وادي اتوم وادي في واحدة في النص. لو الواحدة في النص دوت كده بالنسبة لي وما فيش اي لون بيرز، فده بيبقى اسمه ايه، ده بيبقى اسمه ترايجونال ايه بلانر، ان هو على بلين واحده، ما فيش ايه، ما فيش اي لون بيرز. طب ولو في لون بير بالنسبه لي، يعني هنا كده وادي عندنا هنا كده لون بير، فده بيبقى اسمه ايه، ترايجونال بيراميدال. طيب ده كده بالنسبه لنا ايه، ان هو ترايجونال بيراميدال. طب ولو عندنا ايه دلوقتي، لو عندنا اربعه بوند، لو في اربعه بوند وما فيش اي لون بيرز، فساعتها بنقول عليها ان هي ايه،
ساعتها بنقول عليها ان هي بتبقى ايه، بتبقى تتراهيدرال. ولو هي فيها لون بيرز، زي مثلا ايه، زي لو عندنا اتنين لون بيرز، ساعتها بنسميها ان هو ايه، ان الاربعه البوندز اللي بيبقوا موجودين دولت بيبقوا على بلين واحده، فساعتها بنسميها ايه، سكوير بلانر. طيب ولو هم اصلا سته، يعني هم سته بوندز موجودين، سته اتومز، ساعتها بنسميها ان هي ايه، ان هي اوكتا هيدرال. طيب وهنكمل باقي الاشكال الاساسيه عندنا هنا في الجدول ده. فاحنا قلنا اول حاجه دوت بيبقى لينير لو هو بالمنظر ده، او لو هو على لو هو حاجه واحده بس فده بيبقى لينير، ولو هم حاجتين كده بيبقى لينير، ولو هو عندنا بيبقى عندنا هنا في لون بير وهنا في حاجه واحده فده بيبقى لينير. واحنا هنا بنرمز لها الفيسبر سيري ان ايه، ان الاي ديت هي السنتر الاتوم، الاتوم اللي في النص، والاكس اللي هي الاتومز اللي حواليها، فلو قلت اي اكس بس يبقى حواليها اتوم واحده، لو قلت اي اكس 2 يبقى حواليها اثنين اتومز. والاي هي اللون بيرز، عدد اللون بيرز اللي موجودين، فهنا عندنا اي ديت واحده فهي اي اكس اي عشان هي اتوم وسنترال اتوم ولون بير. هنا بننزل على اي اكس 3 ان هي اتوم حواليها ثلاثه، سنترال اتوم حواليها ثلاثه اتوم، ساعتها بيبقى اسمها تراجونال بلانر. لو هي ايه، لو عندنا اثنين اتومز وواحد لون بير ساعتها بيبقى اسمه بنت. لو عندنا اتوم واحده واثنين لون بيرز ساعتها بيبقى اسمها لينير. طيب والاي اكس 4 ان هو حواليها 4 اتومز ده بيبقى اسمها ايه، تتراهيدلر. لو هي ثلاثه من ايه، من ثلاثه اتومز ولون بير ساعتها بيبقى اسمه تراجونال بيراميدال. ولو هي مثلا عندنا اثنين اتومز واثنين لون بيرز زي ال H2O ساعتها بيبقى اسمها بنت. ولو هي اتوم واحده وثلاثه لون بير ساعتها برضو بتبقى ايه، بتبقى عباره عن ان هي بتبقى لينير، لان احنا اللي بنبص عليها في الموليكيولار شيب هي الاتومز بتبقى واخده شكل ايه. فهنا الاتومز واخده شكل ايه، الاتومز واخده شكل ايه. طيب وايه، هننزل بعد كده على اللي هنا هنلاقي ان هي لو اي اكس 5 لو حواليها خمس اتوم ساعتها بيبقى اسمها تراجونال باي بيراميد. ولو هي حواليها أربعة أتوم وواحدة إلكترون ساعتها بيبقى اسمها إيه، سيسو. لو هي حواليها ثلاثة أتومز واثنين لون بير بيبقى اسمها تي شيب. ولو هي حواليها يعني هي بيبقى اتنين اتوم وهي ثلاثه لون بير فهي هتبقى بالمنظر دوت انها بتبقى لينير. اوكتا هيدرال يعني حواليها ست اتومز. طيب لو هي ست اتوم ديت هي حواليها قصدي خمسه، خمسه هنا اتومز وواحده لون بير ساعتها بيبقى اسمها سكوير بيراميد. ولو هي اربعه اتوم واثنين لون بير بيبقى اسمها سكوير بلانر. اهم الحاجات اللي هي ايه، سكوير بلانر والاوكتا هيدرال والتراجونال باي بيراميد. وبالنسبة لنا هنا دلوقتي الترايجونال بيراميد والتتراهيدرال والبنت والترايجونال بلانر. يبقى دولت ايه الحاجات دولت، ترجعوا كده تسمعوهم تاني، يعني ترجعوا في الفيديو كده دقيقتين تسمعوهم تاني كده بالتفصيل وتعرفوا. وبرضه ايه، نحفظ البوند انجلز، الحاجه اللي بتبقى لينير بتبقى 180، الحاجه اللي هي بتبقى بشكل اللي هي مثلث كده ترايجونال بلانر بتبقى ايه 120، الحاجه اللي بتبقى بالنسبه لنا ان هي تتراهيدلر بتبقى 109 ونص، الحاجة اللي هي بتبقى يعني احنا ما نتلخبطش ونقول ان ديت عشان هي أربعة نقول ان هي تبقى 90 اكيد، لا هي احنا ما بنتكلمش هنا ان هي بتبقى 2 دي، ما بنتكلمش في 2 دايمنشن، احنا بنتكلم في حاجات 3 دي. يبقى احنا عندنا هي هتبقى ايه، هيبقوا اتنين على قبلين واحدة، واحد في الظهر وواحد طالع للوش. يعني عشان كده دولت بتلاقيهم مرسومين برسمة مختلفة عن ايه، عن عن اللي هو الاساسيين دولت. طيب وهنا بالنسبة لنا ايه الحاجة اللي هي بتبقى اللي هي الاوكتاهيدرال دوت بيبقى 90، واللي بنلاقيه ان هو التي شيب او تراجونال باي بيراميد دوت بنلاقيه ان هو 90 و120، اللي هي حاجات منها 90 زي ديت مثلا 90 وديت بالنسبة لنا ان هي تبقى 120 دوت ايه كأمثلة. العكس يعني ديت تبقى 90 وديت 120. طيب لما هنيجي دلوقتي هنا بيقول لنا اي اكس 3 اي، هنا بيقول لنا في اي اكس 3 اي، يعني ايه اكس 3 اي، يعني هي بتبقى ادي عندنا اتوم عادية صراحة ده، ادي عندنا اتوم عادية ادي الاكس الاي وحواليها ثلاثة اتومز كده بالمنظر ده، وفي اي يعني في لون بير، واي اكس 2 اي يعني ادي عندنا ادي الاي وادي بالنسبة لنا ادي الاكس وادي الاكس وادي عندنا ادي لون بير وادي لون بير. المنظر دوت اللي هو منظر ايه، ان هو عندنا بيبقى زي ايه، زي ال H2O وده بيبقى اسمه ايه، ده بيبقى بنت. طب البنت الانجل اللي بتبقى موجوده هنا بتبقى كام، الانجل اللي بتبقى موجوده بالنسبه لنا في البنت ان هي بتتراوح من 120 لحد كام، لحد 109 ونص. طيب واللي موجوده هنا دلوقتي اللي هي عند ايه، هو عايز يعرف دلوقتي ايه according to visual theory AX2E has a wider angle as it has two lone pair of electron، ولا ال AX3E عشان هي عندها one lone pair of electron، ولا ال AX2E هي ولا one lone pair of electron. فاحنا هنستبعد دلوقتي ال AX2E ديت هي، هل هي عندها one lone pair of electron، لا هي عندها اتنين. طب وهل دلوقتي هنبدأ احنا نشوف الباقيين دلوقتي، ادي ال AX2E وادي ال AX3E.
انهي من دولة الانجل بتاعه الانجل اللي موجوده ما بين الاتومز دلوقتي بتبقى اكبر؟ احنا هنا لما بنتكلم في اللي هي اي اكس 3 اللي حواليها دوت قلنا ان هي بيبقى اسمها ايه؟ ديت بتبقى اسمها ترايجونال بيراميدال. طيب الترايجونال بيراميدال لما نرجع هنا هنلاقي ان هي ايه؟ ادي فين؟ ادي الترايجونال بيراميدال اي اكس 3 اي، بنلاقي ان هي الانجل بتاعتها بكام؟ 109 ونص. ولكن الثانيه اللي هي كانت ايه؟ كانت الاي اكس 2 اي 2. لا كانت اللي هي الاي اكس 2 اي 2 دوت، بنلاقي ان هي ايه بالنسبه لنا؟ بنلاقي ان هي برضو بالنسبه لنا هي بتبقى 109 ونص. طيب احنا في الحاله ديت بنختار مين؟ يعني احنا عايزين ان هي حاجه تبقى بنت، حاجه متنيه اللي هو بالمنظر ده. فاحنا هنختار انهي من دولة الانجل بتاعته بتبقى اكبر. بنلاقي في الحاله دي ان ايه؟ ان الاي اكس 2 اي 2 دوت، بنلاقي ان الانجل اللي بتبقى موجوده بتبقى هي بالنسبه لنا الايه؟ هي اللي بتبقى يعني هنا دلوقتي الانجل دي بتبقى حوالي دلوقتي 104 ونص مثلا. او ان هي يعني هنا مش موضحه ان هو البنت دلوقتي ان هي بتبقى ايه. يعني إحنا لما بننزل هنا بنلاقي ان ايه؟ ان البنت احنا بنكون عارفين ان هي ايه؟ ادي اللي هي في المنظر دوت بتبقى اللي هي حوالي 109 ونص، او اللي هي بنقول عليها ان هي بتبقى 104 ونص بالنسبه لايه؟ بالنسبه للوتر. فاحنا لما نيجي نشوف بالنسبه لنا الايه؟ الاي اكس 3 اي ديت بنتكلم بنلاقي ان ايه؟ بنلاقي ان البوند انجل بتبقى بالنسبه لنا هي الاكبر عشان هي بتروح في دايمنشنز اكتر. فبنلاقي ان الاي اكس 3 اي هي اللي المفروض ان هي بتبقى عندها ايه؟ يعني ادي AX3E اللي بيبقى عندها الوايدر انجل as where it has one lone pair of electrons، هو اللي بيبقى موجود بالنسبة لنا. وبنلاقي ان المثال عندنا ان ال AX3E ديت اللي هي ايه؟ زيها زي ال NH3، ودوت الانجل اللي بتبقى موجودة فيها بتبقى 107. ولكن عندنا في اللي هي زي ديت اللي قلنا عليها اللي هي ال H2O، يعني هنا ديت اللي هي بتبقى ادي عندنا ال H2O دوت، بنلاقي ان الانجل بتاعتها بكام؟ 104 ونص. يبقى كده مين الاعلى؟ ال AX3E هي اللي بتبقى عندها وايدر انجل. احنا هنا دلوقتي كده يعتبر ان احنا خلصنا من اول المنهج لحد قبل الالكترو، اللي هي خلصنا اللي هي اول الاثنين outcomes اللي هي البروبرتيز والستيكيومتري والتايبس اوف رياكشنز والانترموليكولار فورسز. دولت كده يعتبروا ضمن ان شاء الله. دلوقتي دوت كده بارت 1 خلصت. دلوقتي تدخلوا على البارت 2. بارت 2 اللي هي هو نفس الفيديو الالكتروكيمستري بارت 1. انا برضه هعدل في الديسكربشن بتاعه في النيم بتاعه برضه علشان تقدروا ان انتوا تشوفوه. وفي بعديه بقى يعني تخلصوا بعد ما تخلصوا الالكتروكيمستري بارت 2 دوت اللي هو البارت 2 في الريفيجن. ان شاء الله يعني هيبقى اخر بارت هتعرفوه بعد الالكترو.